كذلك الشكر لضيفيك في الاستوديو. أيها الأحبة الكرام، مشاهدينا متابعينا في كل مكان، مشاهدي ومتابعي قنوات بين سبورتس، أسعد الله أوقاتكم بكل خير وأهلا وسهلا ومرحبا بكم. دوري أبطال آسيا يعود مرة أخرى ويستأنف من جديد من خلال هذه الجولة الثالثة لمرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا في هذا الموسم، موسم 2020 هنا. وبحسابات هذه المجموعة الأولى في هذه المباراة التي تجمع الأهلي السعودي أمام نادي الشرطة العراقي هنا في استاد خليفة الدولي في العاصمة القطرية الدوحة، والتي تستضيف طبعا ما تبقى من مباريات أندية غرب آسيا في هذا الموسم بالنسبة لبطولة دوري أبطال آسيا، البطولة التي توقفت كغيرها من البطولات في ظل وباء وفيروس كورونا. إذا أنا أحب الكرام، هنا مباراة نتمنى أن نشاهد فيها الفرجة ونتمنى أن نشاهد فيها المتعة ما بين الشرطة العراقي والأهلي السعودي هنا في استاد خليفة الدولي، في مباراة يديرها الحكم البحريني السيد نواف شكر الله، يساعد كل من محمد جعفر الحكم المساعد الأول، ولدينا عبد الله صالح الحكم المساعد الثاني، بينما علي شعبان هو الحكم الرابع في هذه المواجهة ما بين الفريقين. مجموعة أولى فيها نادي الأهلي السعودي متصدرا لهذه المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط، عطفا بين قوسين بالنسبة لانسحاب نادي الوحدة الإماراتي بسبب طبعا تعرض بعض اللاعبين للإصابة بفيروس كورونا كما نعلم، وبالتالي نتحدث عن الأهلي اللي عنده 3 نقاط، الشرطة اللي عنده نقطة، ولدينا كذلك فريق استقلال طهران الفريق الإيراني برصيد نقطة واحدة، وبالتالي 3 أندية الآن تتواجد رسميا في هذه المجموعة الأولى لبطولة دوري أبطال آسيا في هذا الموسم. إذن يا الأحبة الكرام، ننتظر انطلاقة وبداية وصافرة حكم اللقاء الحكم نواف شكر الله معلنا عن بداية شوط المباراة الأول لأغلى البطولات على مستوى الأندية أكيد في القارة الصفراء. نتحدث هنا عن بطولة دوري أبطال آسيا. تشكيلة الفريقين في هذا اللقاء: في تشكيلة نادي الشرطة أحمد باسل في حراسة المرمى، هناك حسام كاظم، كرار عامر، وسعد ناطق على مهاوي، لدينا علي فايز وسعد عبد الأمير وأحمد جلال ومحمد مزهر، وكذلك مازن فياض ومروان حسين. هنا دقيقة صمت قبل انطلاقة وبداية شوط المباراة الأول. ثانك يو، نشكركم. كانت هذه دقيقة صمت إذن يا الأحبة الكرام على روح نجم كرة القدم العراقية الراحل ناظم شاكر، والذي توفي في الأيام الماضية. طبعا ناظم شاكر من مثل العراق في مونديال 86 ومن درب نادي الشرطة العراقي في يوم من الأيام، نسأل الله أن يسكنه فسيح جناته وأن يتغمد روح الجنة. إذن يا الأحبة الكرام، مباراة ستنطلق في هذه اللحظات ما بين الفريقين. نتحدث عن الأهلي الذي يحتاج إلى فوز من ال3 المباريات المتبقية له بالنسبة لهذه المجموعة الأولى إذا ما أراد التأهل والوصول إلى الدور القادم في بطولة دوري أبطال آسيا، بينما نادي الشرطة الفريق الذي سيسعى لأن يحقق الفوز وأن يتصدر هذه المجموعة الأولى في هذا اللقاء. في تشكيلة النادي الأهلي: محمد العويس في حراسة المرمى، هناك عبد الله حسون، لدينا طلال عبسي، عبد الباسط هندي، لوكاس ليما، حسن القيت بالإضافة لعلي الأسمري، لدينا محمد المجحد وكذلك سلمان المؤشر وعمر السومة بالإضافة لماركو مارين. هذه هي الأسماء التي تتواجد في تشكيلة النادي الأهلي. نتمنى أن نشاهد فرجة متعة إثارة في هذا اللقاء ما بين الفريقين. الأهلي الذي أنهى بطولة الدوري في المركز الثالث قبل أيام أمام الشرطة الفريق الذي توقف عن المباريات الرسمية منذ 6 أشهر، عنده فرصة هنا في محاولة لكن التغطية كانت موجودة في اللقطة الماضية. نوايا واضحة عند لاعب الشرطة في هذه الأوقات: البحث عن هدف مبكر، البحث عن هدف أول، البحث عن أن تكون الآمال أكبر بالنسبة للفريق العراقي، بالنسبة للقيثارة
الخضراء، ونحن نتحدث عن نادي الشرطة أمام قلعة الكؤوس، أمام الراقي، أمام الأهلي السعودي في مواجهة ما بين الفريقين ل3 نقاط مهمة سنعرف من خلالها من هو المتصدر بالنسبة لهذه المجموعة الأولى. كرة تصل عالية، التغطية كانت موجودة في اللقطة الماضية، وصلت هذه الكرة مرة أخرى في وسط الميدان لمصلحة نادي الشرطة، لكن هناك لمسة يد وهنا خطأ يصفر حكم اللقاء في هذه الأثناء. الأصوات بالنسبة للجماهير الافتراضية كذلك حاضرة مثلما تعودنا في عديد البطولات في ظل هذه الفترة. طبعا تابعنا قرار الاتحاد الآسيوي اليوم باعتبار نادي الوحدة الإماراتي منسحبا لعدم وصول الفريق إلى الدوحة لأسباب قهرية بعد إصابة بعض اللاعبين بفيروس كورونا وحجر بقية اللاعبين المخالطين. نسأل الله لهم وللجميع الشفاء وأن تزول هذه الغمة عن العالم أجمع بإذن الله في القريب العاجل. كرة تصل في وسط الميدان لمصلحة نادي الشرطة، وصلت هذه الكرة من الطرف الأيسر عراقية، تنقل هذه الكرة في اليمين، وصل بعد ذلك عن طريق اللاعب مازن فياض عند الكرة من الجانب الأيمن للشرطة، تمريرة للشرطة، محاولة للشرطة، فرصة قائمة لكن تغطية دفاعية كانت موجودة في اللقطة الماضية لتعود مرة أخرى أهلاوية من جديد عن طريق المدافع. هنا واحد من أبرز المدافعين، نتحدث هنا عن اللاعب عبد الباسط هندي، اللاعب اللي يقدم أدوار مميزة حقيقة مع النادي الأهلي، واللاعب اللي شاهدناه يتدرج في الفئات السنية للمنتخب السعودي في السنوات القليلة الماضية. هنا المدرب أفلادان مدرب النادي الأهلي، المدرب اللي تحدث قبل هذا اللقاء قال بأننا لم يكن لدينا الكثير من الوقت للاستعداد لهذه البطولة، ولكن قال بأننا نريد أن نقدم مستوى يحقق النتائج الإيجابية وبالتالي الوصول لأبعد مكان ممكن بالنسبة لبطولة دوري أبطال آسيا. معروف تماما نادي الأهلي غياب اللاعب ساريتش، نتحدث كذلك عن رحيل بعض الأسماء وعن طبعا وصول بالنسبة للنادي الأهلي لبعض الأسماء الحاضرة. اليوم يتواجد هنا اللاعب حسن القيد، وكذلك لدينا طلال عبسي اللاعب القادم من نادي التعاون. كرة تصل في وسط الملعب لمصلحة النادي الأهلي، وصول بعد ذلك في وسط الميدان، منقولة هذه الكرة انطلاقة الآن تأتي في وسط الملعب. الأهلي يبحث عن هدف، الشرطة يبحث عن هدف، وبالتالي كل فريق يعلم تماما بأن البداية والعودة من خلال الاستئناف بالنسبة لبطولة دوري أبطال آسيا، والرغبة الكبيرة عند كل الأندية المشاركة هنا بالنسبة لأندية غرب آسيا. ستشهد البطولة أكيد إثارة كبيرة وستشهد ندية كبيرة ما بين الأندية الآسيوية هنا في بطولة دوري أبطال آسيا. في الصورة هنا عبد الغني الشاهد مدرب نادي الشرطة، بينما هنا لدينا محاولة عرضية عالية، السومة في كرة أولى وفي اختبار أول وفي خطورة أولى بالكرات الراسية التي تعودنا أن نشاهد فيها السومة بالكرات الراسية بعد العرضيات المثالية، لكن هذه المرة أحمد باسل تصدى للكرة الماضية. كرة بتعود مرة أخرى لمصلحة نادي الشرطة، وصلت طويلة في وسط الميدان، بعد ذلك عن طريق اللاعب مروان حسين عند الكرة في الوسط، عادت لمصلحة النادي الأهلي بتمريرة بكرة نقلت ولكنها لم تجد اللاعب اللي يقابل هذه الكرة، وبالتالي عادت هذه الكرة عند حارس المرمى الحارس أحمد باسل. هذا اللقاء بالنسبة للفريقين هو اللقاء الأول ما بين الأهلي أو نادي الشرطة، ولا مباراة رسمية ما بين الفريقين على مستوى بطولة دوري أبطال آسيا، وبالتالي هذا اللقاء هو اللقاء الأول ما بين الفريقين. كرة إلى خارج الملعب تحولت إلى رمية جانبية، هنا مروان حسين لاعب نادي الشرطة، بينما هنا محاولة في الطرف الأيمن، فرصة للعب الكرة العرضية، محاولة قائمة للشرطة هنا في محاولة للوصول، لكن في الأخير التغطية دفاعية حضرت عن الأسمري، كذلك لاعب خط الوسط من يقدم أدوار مميزة للنادي الأهلي، اللاعب اللي قطع الكرة الماضية من أمام طبعا على مهاوي، اللاعب اللي حاول إلى خارج الملعب، وأصبحت إلى ركلة ركنية في هذه اللحظات لمصلحة نادي الشرطة. أحمد جلال على التنفيذ، أحمد جلال يرسل كرة عالية، بعد ذلك الراسية جول.
يا لها من راسية، لكن يا لها من تصدي من العويس في اللقطة الماضية خطيرة كانت. محمد العويس بالتصدي الرائع، يا لها من تصدي نعم في كرة كاد من خلالها الشرطان يسجل، كاد من خلالها الشرطان يصل، بينما هنا ركلة ركنية أخرى، كرة ترسل عالية راسية من جديد، لكن هذه المرة من المدافع عبد الباسط. عادت هذه الكرة مرة أخرى من دون أي مقدمات، من دون أي معطيات، الرغبة واضحة عند الفريقين. راسية كانت من السومة، راسية أتت بعد ذلك من الشرطة في محاولة تصدى لها محمد العويس، بينما هنا الكرة تحولت إلى خارج الملعب وأصبحت إلى رمية جانبية في هذه الأثناء. هذه الكرة الخطيرة، هذه هي أخطر الكرات عن طريق كرار عامر، لكن يا له من تصدي، يا له من تصدي من حارس المرمى محمد العويس من على خط المرمى تماما، أنقذ مرمى فريقه من فرصة كان بالإمكان أن يسجل من خلالها الشرطة الهدف الأول، وكاد أن يفتتح النتيجة في هذا اللقاء. كرة بتعود في الطرف الأيمن للشرطة، هنا انطلاقة، سجال واضح ما بين الفريقين، الندية واضحة ما بين الفريقين، الرغبة واضحة عند الفريقين في هذا اللقاء. كرة تصل في وسط الميدان، بتعود مرة أخرى لمصلحة النادي الأهلي، والصول بعد ذلك عن طريق اللاعب طلال العبسي. عند الكرة في الجانب الأيمن عبد الله حسون، الصول بعد ذلك للخلف مرة أخرى بالكرات القصيرة المتناقلة. الأهلي الآن يبحث عن التدرج والوصول وإيجاد ثغرات في دفاعات القيثارة الخضراء في دفاعات النادي وفي نادي الشرطة في هذا اللقاء. كرة تصل من الطرف الأيسر، بعد ذلك لدينا هنا تمريرة، كرة الرد، عمر السومة يحاول، لكن في الأخير كرة قطعت. علي الأسمر ينقل كرة في الطرف الأيسر، محمد المجحد بعد ذلك هنا، واللاعب الآخر سلمان المؤشر وصلت هذه الكرة في اليمين، بعد ذلك وصل في وسط الملعب مرة أخرى لمصلحة الشرطة عن طريق كرار عامر، ينقل كرة في الجانب الأيمن، وصول عن طريق سعد عبد الأمير من لعب في يوم من الأيام للنادي الأهلي، واللاعب اللي امتدح النادي الأهلي في الندوة الصحفية وفي المؤتمر الصحفي ما قبل هذا اللقاء. هنا تمريرة حاضرة، وصول بكرة أخرى منقولة لكنها بصورة خاطئة، سقوط هنا وخطأ يصفر حكم اللقاء للاعب حسن القيد في اللقطة الماضية. اللاعب اللي خاض 11 مباراة في بطولة الدوري السعودي في الموسم المنصرم، واللاعب اللي سجل هدفين مع نادي أبها. هنا الحديث عن اللاعب الجديد بالنسبة للراقي بالنسبة للنادي الأهلي، لكن عينك على التصدي، عينك على العويس وعلى تصدي العويس في لقطة، في فرصة، في محاولة، في لقطة المباراة حتى الآن. نعم هي لقطة المباراة حتى الآن. كرة تصل باتجاه السومة، عمر عند الكرة، عمر يعيد الكرة للخلف مرة أخرى، وصلت من الطرف الأيمن، منقولة هذه الكرة عن طريق عبد الله حسون، ينقل كرة في اليمين، البحث عن مرور، لكن في الأخير الكرة قطعت، والكرة إلى خارج الملعب تحولت إلى رمية تماس، رمية جربية. قطع الكرة محمد مزهر في اللقطة الماضية، تحولت إلى رمية تماس لمصلحة النادي الأهلي. كرة منقولة في الطرف الأيمن، تحولت إلى خارج الملعب إلى رمية جانبية. المدرب فلادان، مدرب اللي قال بأن الفريق عانى من عدم الاستقرار في الأداء بعد استئناف في بطولة الدوري، لكن قال بأن هذا الأمر أصبح من الماضي. نعم ذاك أمر قد مضى، وهذا أمر قد أتى بالنسبة للنادي الأهلي وبالنسبة لهذا الفريق الذي يطمح لأن يصل بعيدا في كل البطولات التي يشارك فيها. أنا بطولة الدوري في المركز الثالث، طبعا المباراة الأخيرة كانت أمام نادي الرائد، المباراة التي أصيب فيها اللاعب ساريتش، اللاعب اللي يعتبر هو المحترف الرابع في النادي الأهلي والذي يغيب عن هذه المباراة. كرة إلى خارج الملعب إلى ركلة ركنية ستنفذ لمصلحة النادي الأهلي. لدينا هنا ماركو مارينا على تنفيذ الركلة الركنية، من لعب في يوم من الأيام لفريق بروسيا مونشنغلادباخ الفريق الألماني، ومن لعب كذلك لفريق فيردر بريمن الفريق الألماني الآخر، هو من سينفذ الركلة الركنية على يمين حارس المرمى الحارس أحمد باسل، والذي يستعد لكرة ستنفذ للنادي الأهلي. الأهلي حاول في كرة هي الأخطر بالنسبة لراسية عمر السومة، والتي تصدى لها بسهولة حارس المرمى أحمد باسل. وبالتالي هنا الأهلي يبحث عن الهدف من الركلة الركنية. كرة ترسل، عمر عند الكرة راسية حاضرة، ولكن في الأخير تحولت إلى خارج الملعب إلى ركلة مرمى. في الكرات العالية دائما للسومة الكلمة
في الكرات العالية دائما بالكرات الراسية مثلما تعودنا نشاهد العقيد، مثلما تعودنا نشاهد عمر السومة الهداف التاريخي للنادي الأهلي السعودي على مستوى بطولة دوري أبطال آسيا. عمر السومة من دون أدنى شك، عمر السومة أهداف، عمر السومة وفاء لهذا الفريق، حبا لهذا الفريق، عمر السومة فنيات، عمر السومة من تواجد في التشكيلة المثالية لبطولة دوري أبطال آسيا والتي أعلن الاتحاد الآسيوي في الساعات الماضية عنها. كرة تصل طويلة في وسط الميدان، منقولة هذه الكرة مرة أخرى، عبد الله حسون يعيد الكرة عند حارس المرمى، الحارس محمد العويس، حارس اللي تصدى لكرة كانت خطيرة، ويا له من تصدي، نعم يا له من تصدي، ذلك التصدي من حارس المرمى الحارس محمد العويس. كرة تصل في وسط الملعب، طلال العبسي عند الكرة ينقلها في الطرف الأيمن لكنها مقطوعة من البداية، وصلت هذه الكرة مرة أخرى من الجهة اليسرى، تحولت بعد ذلك إلى خارج الملعب وأصبحت إلى رمية تماس. الأهلي أمام الأندية العراقية لعب مباراتين في بطولة دوري أبطال آسيا، مسجلا مجموع 7 أهداف في المباراتان كانتا أمام نادي الزوراء، وذلك في مرحلة المجموعات في عام 2005 أو في موسم 2005. لكن اليوم أمام الشرطة فريق اللي في تاريخ البطولات الآسيوية وصل في يوم من الأيام إلى النهائي في عام 1971، وبعد ذلك طبعا استقبل استقبال الأبطال حتى أنه كان قد انسحب في المباراة النهائية في ذلك الموسم. طبعا نادي الشرطة في موقف يحسب لهذا الفريق ولتاريخ هذا الفريق. كرة تصل من الطرف الأيسر مرة أخرى، منقولة هذه الكرة في وسط الميدان عند حارس المرمى الحارس أحمد باسل، لديه الكرة، تلعب هذه الكرة في وسط الملعب. الشرطة الذي لم يفز في أي مباراة في بطولة دوري أبطال آسيا حتى الآن، حيث أن الفريق خسر في 9 من مباريات ال 12 الأخيرة. كرة تصل لمصلحة نادي الشرطة، ممتازة الكرة والتسديدة لكنها تحولت إلى خارج الملعب وأصبحت إلى ركلة مرمى في هذه اللحظات. هذه الكرة الأخيرة وهذه هي اللقطة التي حاول من خلالها مازن فياض وتقدم في الجانب الأيمن، لكن كرة مازن تحولت إلى ركلة مرمى في هذه اللحظات من أمام اللاعب لوكاس ليما الظهير الأيسر للنادي الأهلي. أتت التسديدة من مازن فياض لكن الكرة تحولت إلى خارج الملعب وأصبحت إلى ركلة مرمى عند حارس المرمى الحارس محمد العويس. ركلة مرمى في هذه الأثناء عند الحارس محمد العويس. طبعا مباراة متزامنة تلعب في نفس توقيت هذا اللقاء. نتحدث عن مباراة شباب الأهلي دبي الفريق الإماراتي أمام فريق شهر خضر الفريق الإيراني، وذلك لحسابات المجموعة الثانية، بينما مباراة وحيدة ستلي هاتين المباراتين، حيث أن الهلال السعودي بطل النسخة الماضية اللي راح يلعب أمام فريق مختكور الفريق الأوزبكي، وذلك لحسابات المجموعة الثانية، باعتبار أن مباراة الاستقلال الإيراني أمام الوحدة الإماراتي ألغيت وبالسبب المعروف. كرة إلى رمية التماس، تصل هذه الكرة في وسط الميدان، منقولة هذه الكرة لمصلحة نادي الشرطة. أحمد جلال ينقلها كرة باتجاه مازن الفياض، بتعود هذه الكرة عن طريق لوكاس ليما، يرسلها كرة طويلة وصلت في وسط الملعب مرة أخرى، تغطية دفاعية كانت حاضرة، كرة بتعود مرة أخرى في وسط الميدان لمصلحة نادي الشرطة. انطلاقة تأتي، محاولة مستمرة، التدخل كان موجود، صافرة الحكم نواف شكر الله تشير إلى خطأ في الكرة الماضية. خطأ كان في الكرة الأخيرة، خطأ في اللقطة الماضية، وبالتالي ركلة حرة مباشرة في هذه اللحظات، ركلة حرة مباشرة. وصلت هذه الكرة هنا، التسديدة الآن تأتي، تحولت إلى خارج الملعب، إلى ركلة مرمى عند الحارس محمد العويس. طبعا الأهلي في المباراة الأولى لعب أمام الوحدة، لكن وكما ذكرت نتيجة المباراة ملغاة، بينما في المباراة الثانية كان قد فاز على حساب فريق استقلال طهران الفريق الإيراني بهدفين مقابل هدف وحيد. سلمان المؤشر اللاعب اللي سجل الهدفين في تلك المباراة التي لعبت ما بين الفريقين في 17 من شهر فبراير. رمية التماس،
ربع ساعة مضت من عمر شوط المباراة الأول في هذا اللقاء. أخطر الكرات كانت عن طريق اللاعب كرار عامر في التصدي لحارس المرمى محمد العويس، وبالتالي النتيجة حتى الآن من دون أهداف ما بين الفريقين. كرة تصلت إلى قناة تأتي سريعة هذه الكرة. أحمد جلال، أحمد عند الكرة، أحمد إلى مازن فياض، وصول بعد ذلك في الطرف الأيمن لكن الكرة طالت تحولت إلى خارج الملعب وأصبحت إلى رمية جانبية. رمية تماس هنا استاد خليفة الدولي، الملعب المونديالي، الملعب الذي احتضن العديد من البطولات المحلية والخليجية والعربية والعالمية، والذي سيحتضن كذلك واحد من الملاعب التي ستحتضن بطولة كأس العالم قطر 2022 رفقة الملاعب الأخرى التي تلعب فيها مباريات بطولة دوري أبطال آسيا بالنسبة لأندية غرب آسيا. كرة تصل من الطرف الأيمن، مازن فياض يلعب هذه الكرة في وسط الميدان. اليوم بالنسبة لنادي الشرطة لدينا محمد قاسم لا يتواجد في هذا اللقاء، غياب كذلك اللاعب علي يوسف، اللاعب اللي نتمنى له السلامة والشفاء، ونتمنى كذلك طبعا لكل اللاعبين الذين لا يتواجدون في هذه البطولة بالنسبة للأسماء التي تعرضت للإصابة نتمنى لها الشفاء. كرة إلى خارج الملعب إلى ركلة مرمى. الشرطة كذلك كان طبعا الحديث حول اللاعب أوساغونا لاعب فريق بيرسبوليس الفريق الإيراني الذي لم يقيد في طبعا قائمة نادي الشرطة الوصول المتأخر بالنسبة للاعب النيجيري. بالتالي الشرطة بمن حضر، الشرطة بهذه الأسماء، الشرطة الذي لم يخوض مباريات رسمية منذ 6 أشهر. طبعا 3 مباريات ودية خاضها نادي الشرطة في المعسكر الذي كان في مصر، وبالتالي نتحدث عن الفريق الذي يريد أن يدخل قويا من خلال هذه البطولة ومن خلال ما تبقى من المباريات، وبالتالي يسعى لأن يصل إلى الدور القادم في هذه البطولة. طبعا ال3 المباريات الودية لنادي الشرطة كانت أمام نادي النجوم المصري والفوز بهدفين نظيفين، تعادل أمام فريق بتروجيت الفريق المصري من دون أهداف، وكان قد فاز كذلك على فريق حرس الحدود الفريق المصري بهدفين نظيفين. وبالتالي 3 مباريات تحضيرية خاضها الفريق في المعسكر ما قبل هذه البطولة. مدرب عبد الغني الشهد قال بأننا سندخل هذه المباراة والتفكير كله في التأهل إلى الدور القادم، وقال بأن الأمر ينطبق كذلك على المباراة الثانية أمام نفس الفريق أمام النادي الأهلي، لأن الشرطة عنده نقطة وبالتالي يصل اليوم إلى النقطة الرابعة. هذا ما يريده وهذا ما يتمناه المدرب عبد الغني شهد مدرب نادي الشرطة حتى تسهل الأمور أكثر بالنسبة للمباريات الأخيرة. إصابة حسن القيد لاعب نادي الشباب ومن لعب لنادي أبها ومن انتقل إلى النادي الأهلي، من يلعب مباراة الرسمية الأولى مع النادي الأهلي، اللاعب اللي تعرض للإصابة، ويبدو أن هناك تغيير اضطراري سيحدث في هذه اللحظات، حيث أن اللاعب هيثم عسيري يسعد للدخول إذا ما كان هناك تغيير اضطراري سيأتي الآن في تشكيلة النادي الأهلي وفي خيارات المدرب فلادان. سلامات لحسن القيد اللاعب اللي يغادر أرضية الملعب، هيثم عسيري يسعد الدخول. طبعا لدينا حسين المقهوي وهناك كذلك يزيد البكر، لدينا احمد بصاص، حسين عبد الغني، عبد الرحمن غريب، مازن ابو شراره، هناك يوسف الحربي، محمد اليامي، هيثم عسيري، محمد بصاص في دكه بدلاء النادي الاهلي، بينما كرار محمد، مراد محمد، محمد شوكان، خضر علي، وكذلك محمد حميد وصادق زامل وحسام جاد الله وحسن عاشور وجاسم محمد وعلي مهدي في دكه البدلاء بالنسبه لنادي الشرطه. هذا هو هيثم عسيري اللاعب اللي يستعد للدخول في تشكيلة النادي الأهلي. كرة منقولة في وسط الملعب مرة أخرى، وصلت هذه الكرة أهلاوية من الجانب الأيسر، بعد ذلك البحث عن زميل، تمريرة حاضرة في وسط الميدان، منقولة هذه الكرة عن طريق اللاعب علي الأسمري، يلعب كرة سلمان ينقل كرة بعد ذلك في وسط الملعب من جديد، الكرة بتعود مرة أخرى، وصول بعد ذلك من الطرف الأيمن لمصلحة نادي الشرطة. لدينا هنا تمريرة في وسط الملعب، البحث عن مساندة، كرة منقولة في الرواق الأيسر، بعد ذلك وصول من جانب اللاعب حسام كاظم، ينقل كرة باتجاه مروان حسين، لكنها في الأخير عادت من جديد لمصلحة النادي الأهلي في وسط الميدان. كرة منقولة في الوسط،
تعود مرة أخرى للشرطة، لكن الكرة طالت تحولت إلى خارج الملعب وأصبحت إلى رمية تماس. كرة إلى خارج الملعب إلى رمية جانبية. هذا هو أحمد جلال، بينما البديل القادم هيثم عسيري صاحب ال 19 سنة فقط، لاعب اللي خاض 12 دقيقة، نعم خاض مباراتين في بطولة الدوري السعودي في هذا الموسم، وكان قد سجل هدف أمام نادي الحزم في المباراة التي كانت في 4 من شهر أغسطس عندما فاز الأهلي على حساب الحزم ب4 أهداف مقابل هدفين. هذا اللاعب كان قد سجل واحد من الأهداف ال4 في تلك المباراة. مدرب فلادان، معروف عن هذا المدرب بأنه يعطي فرصة للأسماء الشابة. فلادان أعطى كثير من الفرص للأسماء الشابة. هنا لدينا تغيير اضطراري حدث في تشكيلة النادي الأهلي. حسن القيد غادر أرضية الملعب، وهيثم عسيري هو اللاعب اللي دخل بديلا في هذه اللحظات. كرة تصل إلى خارج الملعب، تحولت إلى رمية جانبية الآن، رمية تماس. هنا عبد الباسط هندي، أكيد مدافع رائع، مدافع مميز، شاهدناه مع المنتخب السعودي في مختلف الفئات السنية. هنا رمية جانبية لمصلحة نادي الشرطة، منقولة كرة في الطرف الأيسر، لكن الكرة تحولت إلى خارج الملعب وأصبحت إلى رمية تماس في هذه الأثناء، رمية جانبية في هذه اللحظات. هذا هو اللاعب عبد الله حسون، اللاعب اللي قطع الكرة الماضية، بينما هنا حسام كاظم على تنفيذ الرمية الجانبية لمصلحة نادي الشرطة. منقولة هذه الكرة داخل منطقة الجزاء، مروان حسين عند الكرة لكنها بتعود من جديد، وصلت في الطرف الأيسر عرضية، لكن وينها سهلة عند حارس المرمى الحارس محمد العويس اللي يتصدى بسهولة لهذه الكرة. هذا هو حسام كاظم لاعب نادي الشرطة صاحب ال 32 سنة. كرة منقولة في وسط الملعب مرة أخرى. عبد الباسط هندي يعيد الكرة للخلف من جديد. وصلت هذه الكرة عن طريق اللاعب طلال عبسي. عند الكرة طلال يتقدم في الوسط، ما زالت الكرة قائمة هنا عن طريق اللاعب محمد المجحد، ينقل الكرة في الوسط، بتعود مرة أخرى. سعد ناطق يلعب كرة في المنتصف لمصلحة نادي الشرطة عن طريق اللاعب حسام كاظم. سعد ناطق مرة أخرى. علي فايز عند الكرة في وسط الميدان، منقولة هذه الكرة من الجانب الأيمن. علي فايز، محمد مزر عند الكرة لدينا هنا تمريرة حاضرة، وصلت من الطرف الأيمن. علي فايز ينقل الكرة في اليمين، كرار عامر أو سعد ناطق، نعم سعد ناطق عند الكرة، تمريرة حاضرة في الرواق الأيسر. حسام كاظم يعيد الكرة للخلف. سعد لديه الكرة، الشرطة يستحوذ في هذه الأثناء، الشرطة يتناقل الكرات بين اللاعبين في هذه اللحظات، بينما هنا انطلاقة تأتي من الطرف الأيسر، كرة مقطوعة. أهلاوية عادت في الطرف الأيمن. عبد الله حسون عند الكرة في اليمين. عبد الله حسون ينتظر، يتريث، يمرر، يعيد الكرة للخلف باتجاه عبد الباسط هندي. عبد الباسط هندي، كرة في وسط الميدان لمصلحة النادي الأهلي. وصلت هذه الكرة من الجانب الأيسر للنادي الأهلي عن طريق علي الأسمري. علي للخلف، يلعب هذه الكرة عبد الباسط هندي، وصلت في الجانب الأيمن. ماركو ماريني ينقل كرة طويلة في الرواق الأيمن، لكن الكرة طالت. وصلت هذه الكرة عند مدافع نادي الشرطة، ومن ثم التدخل كان موجود من عبد الله حسون في اللقطة الماضية، وبالتالي خطأ يصفر حكم اللقاء في هذه الأثناء. هذا هو عبد الله حسون لاعب اللي تدخل في الكرة الماضية، تدخل كان موجود وبالتالي خطأ. عبد الله حسون صاحب ال 23 سنة، من سجل هدف وحيد من 19 مباراة في بطولة الدوري السعودي في هذا الموسم. كرة منقولة في وسط الميدان لمصلحة الشرطة، ممتازة إلى مازن فياض أراد المرور، لكن هنا عبد الباسط هندي في المرة الأولى، عبد الباسط هندي في المرة الأولى وفي المرة الثانية، لكن هنا في المرة الثانية التدخل كان موجود، وبالتالي بطاقة صفراء على اللاعب على مهاوي في اللقطة الماضية. على مهاوي ينذر بالبطاقة الصفراء بعد التدخل اللي كان موجود في اللقطة الماضية. ركلة حرة مباشرة. تدخل كان موجود في اللقطة الماضية على قدم اللاعب عبد الباسط هندي.
للنادي الأهلي. منقولة هذه الكرة في وسط الملعب من جديد. علي الأسمري عند الكرة، تمريرة في الرواق الأيسر مرة أخرى، تحولت إلى خارج الملعب وأصبحت إلى رمية تماس في هذه اللحظات. نلعب في الدقيقة 26 من زمن شوط المباراة الأول من هذا اللقاء. حتى الآن لا أهداف، لكن هناك شبه هدف. لكن روعة التصدي من حارس المرمى محمد العويس منعت ذلك الهدف من أن يكتمل. نعم، منعت ذلك الهدف من أن يكتمل. نعم، تصدي من محمد العويس في كرة المدافع كرار عامر لو نتذكر في بداية هذا الشوط الأول. هنا كرة إلى خارج الملعب، وهنا ركلة حرة غير مباشرة كما هي الإشارة من حكم اللقاء. رفع القدم في اللقطة الماضية، وركلة حرة غير مباشرة لمحمد المجحد. هذه اللقطة الأخيرة. عبد الغني شاد اللي قال بأن فريقه لم يلعب مباريات رسمية منذ توقف بطولة الدوري، وأن هذا الأمر نادي الشرطة يضع في الاعتبار. نعم، يضع هذا الأمر في الاعتبار. نتحدث عن 6 أشهر. نعم، هناك بعض المباريات الودية، هناك التحضيرات بالنسبة للاستعداد لهذه البطولة، ولكن الأهلي اللي استأنف بطولة الدوري السعودي. هنا لدينا ركلة حرة مباشرة، لما يرسل كرة عالية. بعد ذلك التغطية كانت موجودة في اللقطة الماضية، ومن ثم تحولت هذه الكرة إلى خارج الملعب إلى رمية تماس. رمية تماس، رمية جربية في هذه الأثناء. منقولة كرة في الطرف الأيمن، عبد الله حسون عند الكرة، بتعود الكرة من جديد. وصلت هذه الكرة في اليسار، بعد ذلك السريعة الكرة عن طريق اللاعب علي فايز، لكنها في الأخير تحولت إلى رمية جانبية. الآن رمية تماس في المباراة الأخرى. نفس النتيجة حاضرة مباراة الشباب الأهلي دبي الإماراتي أمام فريق شار خودرو، فريق الإيراني هناك في استاد الجنوب. نفس الحال هنا في استاد خليفة دولي في مباراة الأهلي السعودي والشرطة العراقي لحسابات المجموعة الأولى. رمية تماس هنا. نواف شكر الله الحكم البحريني، واحد أكيد من أفضل الحكام في قارة آسيا. رمية تماس، وصلت هذه الكرة إلى مروان حسين، تحولت إلى خارج الملعب وأصبحت هذه الكرة إلى رمية جانبية. رمية تماس، ستنفذ رمية التماس في هذه اللحظات لنادي الشرطة. رمية جانبية لمصلحة نادي الشرطة. تنفيذ من حسام كاظم، يرسل كرة داخل منطقة الجزاء. بعد ذلك التغطية كانت موجودة، تحولت إلى خارج الملعب وعادت مرة أخرى إلى رمية جانبية جديدة. رمية تماس مجددا لمصلحة نادي الشرطة. الشرطة اللي تأسس في عام 1932 قبل 87 سنة. حول قائمة التغطية كانت موجودة في اللقطة الماضية. عادت هذه الكرة مرة أخرى إلى خارج الملعب وأصبحت إلى رمية تماس في هذه اللحظات. رمية جانبية، رمية جانبية. فلادان وعبد الغني شاهد، بينما هنا رمية تماس. منقول الكرة في الطرف الأيسر لمصلحة نادي الشرطة عن طريق اللاعب أحمد جلال، لكن في الأخير هنا علي الأسمري يرسل هذه الكرة في وسط الملعب مجددا لمصلحة نادي الشرطة. منقول الكرة عن طريق اللاعب أحمد جلال. كرار عامر عند الكرة في وسط الميدان، كرة منقولة للشرطة ما زالت قائمة في الوسط، لكن هنا السجال وهنا ندية في وسط الملعب. صراع على الكرة ما بين الفريقين. كرار عامر عند الكرة يرسلها عالية. وصلت هذه الكرة عن طريق اللاعب عبد الباسط هندي، ينقلها الكرة في وسط الميدان عن طريق اللاعب اللي دخل بديلا هيثم عسيري، لكن الكرة بتعود لنادي الشرطة من جديد. حسام كاظم ينقل الكرة في الطرف الايسر. تفويت في اللقطة الماضية، قراها بصورة مثالية عبد الله حسون. عادت هذه الكرة عن طريق الحارس محمد العويس ومن ثم إلى خارج الملعب. أصبحت هذه الكرة إلى رمية تماس لمصلحة الشرطة. رمية جانبية للشرطة.
حسام كاظم يلعب كرة في الجانب الأيسر. منقولة هذه الكرة مرة أخرى. حسام كاظم ينقل كرة في وسط الميدان من جديد. كرار عامر عند الكرة في الوسط. كرار يبحث عن زميل. كرار لديه الكرة. كرار يريد إرسال كرة طولية عالية باتجاه مروان حسين. راسية حاضرة وصلت إلى مازن فياض يبقي على الكرة لكن هناك راية مرفوعة. وهنا التسلل كان موجود. الحكم مساعد الثاني السيد عبد الله صالح رفع الراية وأشار إلى التسلل كان موجود في اللقطة الماضية وبالتالي إلى ركلة حرة غير مباشرة لمصلحة الأهلي السعودي. ركلة حرة غير مباشرة للنادي الأهلي. الأهلي طبعا بمختلف المسميات نتحدث عن 13 موسم في بطولة دوري أبطال آسيا. 92 مباراة 43 فوز 23 تعادل 26 خسارة 153 هدف سجلها الفريق واستقبلت شباكة 111 هدف. النادي الأهلي اللي تعودنا التواجد في بطولة دوري أبطال آسيا. النادي الأهلي من كان وصيفا في موسم 2012 وبمسمى قديم في عام 1986. الأهلي في النسخة الماضية كان قد وصل إلى الدور الثمن النهائي ولكنه خسر بعد ذلك في الدور الثمن النهائي أمام نادي الهلال في مجموع المباراتين ب5 أو ب4 أهداف ل3. لكن في هذا الموسم أكيد الأهلي يريد أن يصل بعيدا حتى ولو كانت الظروف ليست بظروف النسخ السابقة بالنسبة للنادي الأهلي لكن ثقة كبيرة أكيد. يعني عمر السومة تحدث قبل هذا اللقاء قال بالرغم من غياب بعض اللاعبين إلا أن الأسماء الموجودة حاليا مع الفريق لديها القدرة لأن تتأهل للأدوار المتقدمة وأن تحقق نتائج إيجابية مع النادي الأهلي في هذه البطولة. عبد الله حسون أبعد الكرة الماضية لكن في البداية كان هناك خطأ فيما يبدو. ركلة حرة مباشرة أو ركلة ركنية. نعم ركلة ركنية لنادي الشرطة. نلعب في الدقيقة 33 من زمن شوط المباراة الأول من هذا اللقاء. لا أهداف حتى الآن. لا أهداف حتى الآن ولكن الهدف قد يأتي في أي لحظة وبالتالي قد يصعب تعويض هذا الهدف من أي فريق في هذا اللقاء ما بين الفريقين. نعم شاهدنا بعض الفرص لكن هنا لدينا ركلة ركنية لمصلحة نادي الشرطة. حكم اللقاء يوقف اللعب في هذه اللحظات. حكم نواف شكر الله يوقف اللعب. ركلة ركنية لنادي الشرطة على يمين حارس المرمى الحارس محمد العويس. كرة وصلت عالية بعد ذلك الراسية تأتي فرصة جول. مرة أخرى هنا التسديدة من جديد لكن عينك على إبداع محمد العويس. نعم هو رجل ما مضى من وقت بالنسبة لهذا الشوط الأول. هو الذي أفشل هدفين وهو الذي تصدى لهدفين. نعم هنا محمد العويس في كرة أولى بعد راسية وفي كرة أخرى من كرار عامر في الكرة الأولى بالراس. كرار عامر في الكرة الثانية بالقدم لكن في الأولى العويس وفي الثانية العويس يتصدى لهدفين ويمنع هدفين لنادي الشرطة في هذا اللقاء. خطيرة كانت قريبة كانت لنادي الشرطة لكن هنا حارس المرمى محمد العويس في التصدي الأول وفي التصدي الثاني. الحارس اللي أنقذ مرمى فريقه من هدفين. الحارس اللي كان هو النجم بالنسبة لهذا اللقاء في الدقائق التي مضت. كرار عامر أكيد حسرة على ضياع فرصة ثانية بعد فرصة أولى ولكن هو حطها صح. حط الكرة صح لكن حارس المرمى توقع هذه الكرة وحارس المرمى نفسه كذلك هو من توقع الكرة الأولى وتصدى في بداية هذا الشوط لهدف كان محقق لمصلحة نادي الشرطة. رمية تماس الآن رمية جانبية. هو شوط العويس. نعم هو شوط محمد العويس حارس مرمى النادي الأهلي في هذا اللقاء. رمية تماس للشرطة. ستنفذ الرمية الجانبية على مهاوي على التنفيذ. يرسل هذه الكرة في وسط الميدان مرة أخرى عن طريق اللاعب ماركو مارين. منقولة هذه الكرة في اليسار لمصلحة النادي الأهلي عن طريق سلمان المؤشر عند الكرة عرضية. السومة يحاول لكن حارس المرمى هنا أحمد باسل وصلت إليه الكرة بهذه الصورة وبالتالي تصدى لكرة تغطية كانت حاضرة من جانب اللاعب سعد ناطق.
غطى بصورة مثالية مدافع سعد ناطق من أمام عمر السومة في اللقطة الماضية، وبالتالي وصلت هذه الكرة السهلة عند حارس المرمى الحارس أحمد باسل. سعد ناطق لاعب نادي الشرطة ومن لعب للقوة الجوية سابقا ومن لعب كذلك للنادي العربي القطري، بينما هنا هذه الكرة وهذه الفرصة عن طريق اللاعب طلال أو كرار عامر، نعم عن طريق اللاعب كرار عامر، نعم، لكن محمد العويس يا سلام في كرة لعبها كما ينبغي اللاعب طبعا كرار عامر المدافع في اللقطة الماضية، لكن حارس المرمى التوقع صح لحارس المرمى الحارس محمد العويس. نجم هذا الشوط من دون أدنى شك، نجم هذا الشوط من دون أدنى شك هو حارس المرمى الحارس محمد العويس. هنا لاعب حسام كاظم يغادر أرضية الملعب، نتمنى له السلامة. اللاعب سيستأنف من جديد. يا أحبة الكرام مشاهدينا متابعينا في كل مكان، عادت بطولة دوري أبطال آسيا، عادت إثارة الأندية الآسيوية هنا على مستوى أندية غرب آسيا بالنسبة لأقوى البطولات على صعيد الأندية في القارة الصفراء، بحثا عن وصول لأبعد نقطة ممكنة، وصول نهائي لما لا. هكذا هي الرغبة بالنسبة للأندية التي تشارك هنا. كرة تصل في وسط الميدان، منقولة هذه الكرة من جديد لمصلحة النادي الأهلي، وصلت إلى عبد الله حسون، عند الكرة ينقلها في اليمين، وصول بعد ذلك من الطرف الأيمن عن طريق اللاعب هيثم عسير، لكن تدخل كان موجود وخطأ يصفر حكم الإيقاف في اللقطة الماضية. خطأ يصفر حكم الإيقاف على اللاعب هيثم عسير، يذكر من دخل بديلا في تغيير اضطراري بعد إصابة اللاعب حسن القيد في بداية هذا اللقاء. كرة تصل في وسط الميدان، بتعود الكرة من جديد، تدخل آخر أو خطأ آخر على نفس اللاعب هيثم عسيري في اللقطة الماضية، الخطأ لحسام كاظم. ركلة حرة مباشرة، ركلة حرة مباشرة لمصلحة نادي الشرطة. هذا هو هيثم عسيري والتدخل اللي كان موجود على حسام كاظم. حسام صاحب ال 32 سنة اللاعب نادي الشرطة، بينما سعد ناطق على التنفيذ يرسل كرة طويلة من الطرف الايسر، بتعود مرة أخرى في وسط الميدان لمصلحة النادي الأهلي. هيثم عند الكرة، تمريرة باتجاه عمر، لكن الكرة بتعود مرة أخرى سعد ناطق إلى حارس المرمى أحمد باسل بصعوبة، يبعد هذه الكرة يشتتها إلى خارج الملعب إلى رمية تماس، رمية جانبية في هذه اللحظات، رمية تماس لمصلحة النادي الأهلي. كرة منقولة في الطرف الأيمن، بعد ذلك طالت الكرة تحولت إلى ركلة مرمى في هذه الأثناء. يوم الغد العين الإماراتي أمام نادي السد القطري في مباراة قمة، تحيل القطري أمام الشارقة الإماراتي، بيرسبوليس الفريق الإيراني أمام التعاون السعودي، وسبهان أصفهان الفريق الإيراني أمام نادي النصر السعودي، وبذلك تختتم الجولة الثالثة. كرة منقولة في وسط الميدان، بتعود هذه الكرة من جديد إلى خطأ يصفر حكم الإيقاف في هذه الأثناء. خطأ يصفر حكم الإيقاف. شاهدوا التدخل اللي كان موجود في اللقطة الماضية. وصلت هذه الكرة بعد ذلك في وسط الملعب من جديد عن طريق اللاعب طلال عبسي، يلعب كرة في اليمين، بتعود هذه الكرة مرة أخرى في وسط الميدان للنادي الأهلي باتجاه السومة، لكن سعد ناطق في التغطية. وصلت هذه الكرة، صراع في وسط الميدان، بتعود الكرة من جديد لمصلحة النادي الأهلي. منقولة هذه الكرة في الوسط عن طريق اللاعب علي الأسمري باتجاه هيثم عسيري من الجانب الأيمن. هيثم عند الكرة يحاول فيها، هيثم يحتفظ بالكرة، هيثم يتقدم يرسلها كرة في الطرف الأيسر. لوكاس ليما لديه الكرة في اليسار، لوكاس يبحث عن زميل ينقل كرة في الطرف الأيسر، ما زالت الكرة قائمة. أهلاوية ماركو مارين، عرضية ترسل، محاولة تأتي، فرصة قائمة. سلمان المؤشر عند الكرة في الطرف الأيمن، لكن هنا بخبرة سعد ناطق اللاعب اللي انقض على الكرة الماضية وحولها إلى خارج الملعب إلى رمية تماس جانبية. رمية تماس للنادي الأهلي. لوكاس ليما
ينقل كرة للخلف مرة أخرى. لوكاس بعد ذلك التمرير. سوما يحاول لكن مضغوط على سوما في اللقطة الماضية. عادت هذه الكرة مرة أخرى في وسط الملعب من جديد للنادي الأهلي. 5 دقائق متبقية هنا على نهاية الوقت الأصلي لشوط المباراة الأول من هذا اللقاء. منقولة كرة عالية، التغطية موجودة، وصلت مرة أخرى التسديد من هذه المسافة لكن بعيدة 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 كانت الكرة الماضية من محمد المجحد. تحولت إلى خارج الملعب إلى ركلة مرمى. محمد المجحد اللي حاول في اللقطة الماضية لاعب المنتقل من نادي الفتح، لعب 8 مباريات مع النادي الأهلي في بطولة الدوري. لاعب محمد المجحد صاحب ال 22 سنة. أسماء الشابة حاضرة في تشكيلة النادي الأهلي بخيارات مدرب بلادان، مدرب طبعا الغني عن التعريف بلادان لوجوفيتش صاحب 50 سنة. رمية تماس، رمية تماس لمصلحة الشرطة. ستنفذ رمية الجانبية لدينا هنا حسام كاظم على التنفيذ. ينقلها كرة باتجاه مروان حسين. عادت هذه الكرة مرة أخرى في وسط الملعب مجددا. هنا اللاعب هيثم عسيري عند الكرة يحاول فيها، بتعود الكرة مرة أخرى. مجحد يحاول، كرة بتعود لنادي الشرطة من قدم اللاعب حسام كاظم إلى خارج الملعب إلى رمية تماس ومن أحمد جلال. رمية جانبية للنادي الأهلي. عبد الله حسون على التنفيذ. عبد الله حسون ينقل كرة في الوسط مرة أخرى. وصول بعد ذلك من عبد الباسط سندي. لوكاس ليما يمر الكرة من الجانب الأيسر مرة أخرى. أصلت هذه الكرة في المنتصف، لدينا كرة منقولة في اليمين. بعد ذلك مروان حسين عند الكرة يحاول فيها، ما زالت الكرة لنادي الشرطة لكن هنا التدخل على مروان أو من جانب مروان على علي الأسمري، وبالتالي خطأ يصفر الحكم في هذه اللحظات. خطأ كان موجود في اللقطة الماضية. ركلة حرة مباشرة، ركلة حرة مباشرة. كرة منقولة في وسط الملعب من جديد. وصلت هذه الكرة من الطرف الأيمن. تنقل هذه الكرة في الجهة اليمنى. في الجولة الرابعة يتجدد اللقاء ما بين الشرطة العراقي وكذلك الأهلي السعودي يوم الخميس القادم. كرة منقولة في وسط الميدان. عبد الباسط سندي عند الكرة. ماركو مارين يطلب الكرة علي الأسمري. ماركو مارين ينقل الكرة للخلف مرة أخرى. وصلت إلى طلال عبسي. يلعب الكرة باتجاه علي الأسمري في الطرف الأيمن. علي لديه الكرة، تمريرة بينية لكنها في الأخير تحولت إلى خارج الملعب وأصبحت إلى ركلة مرمى. الكرة إلى ركلة مرمى في هذه الأثناء عند حارس المرمى الحارس أحمد باسل. بلادان طبعا الشرطة كان أفضل في الدقائق اللي مضت من خلال المحاولات، لأن الشرطة حاول وكاد أن يسجل مرتين لولا حارس المرمى الحارس محمد العويس في التصدي للكرة الرأسية في البداية من كرار عامر، وفي الكرة الثانية بالتسديدة التي تصدى لها ببراعة. عندما نتحدث عن البراعة فالبراعة ظهرت في هذا اللقاء من حارس المرمى الحارس محمد العويس في تصديين وفي هدفين كانا محققين لنادي الشرطة في هذا اللقاء، لكن محمد العويس تعامل مع الأمر بصورة رائعة وتصدى لكرتين خطيرتين. الشرطة وركلة مرمى عند حارس المرمى الحارس أحمد باسل الذي لم يختبر كثيرا في 44 دقيقة لعب من عمر هذا الشوط الأول من هذا اللقاء، ونحن نلعب في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي لهذا الشوط الأول. هذه الكرة الأخيرة تغطية كانت من علي فايز، واحد كذلك من اللاعبين المميزين اللاعب علي فايز، لاعب نادي الشرطة 26 سنة، من لعب لنادي الأخرتيات ومن لعب كذلك لفريق الريزا سبور في بطولة الدوري التركي. تنقل هذه الكرة في وسط الميدان من الطرف الأيمن. هيثم عسيري
عند الكرة في اليمين، هيثم عند الكرة يحاول فيها، هيثم يبحث عن زميل، ينقل الكرة ممتازة، الكرة باتجاه ماركو مارين، عند الكرة يحاول ماركو مارين، فرصة أهلاوية، تمريرة حاضرة، مطالبة بوجود خطأ، لمسة يد نعم كانت موجودة، وبالتالي خطأ وبطاقة صفراء، بطاقة صفراء على لاعب نادي الشرطة، هي الثانية، هي البطاقة الصفراء الثانية على مهاوي، سيطرد بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية الآن، لأن على مهاوي كان عنده بطاقة صفراء، وبالتالي هذه هي البطاقة الصفراء الثانية، وبالتالي الحمراء، وبالتالي الأمور تتعقد على القيثارة الخضراء على نادي الشرطة في هذا اللقاء. نعم، شهد الكرة الأخيرة ماركو مارين، وهنا ماركو مارين، وكأن القصد كان موجود طبعا تقدير حكم اللقاء نواف شكرا لراب بأن القصد كان موجود من جانب طبعا اللاعب على مهاوي، اللاعب الذي يطرد بعد الحصول على بطاقتين صفراوين، وبالتالي الأمور الآن تتعقد على نادي الشرطة، الأمور تتعقد على نادي الشرطة، الفريق الذي سيكمل هذا اللقاء ب10 لاعبين، لكن هنا ركلة حرة مباشرة والمسافة قريبة، وعاد السومة موجود، عمر موجود، السومة موجود من مسافة قريبة، أحمد باسل يسعد عمر السومة، أهدافه العقيد التي تعودنا أن نشاهدها دائما من خلال الكرات الثابتة، الأهلي وفرصة قائمة وفرصة من مسافة قريبة، عمر السومة على التنفيذ، عمر وأحمد باسل في الانتظار، ركلة حرة مباشرة لمصلحة النادي الأهلي. المدرب عبد الغني شاهد أكيد كثير من خيبة الأمل بعد حالة الطرد على اللاعب على مهاوي، بطاقة صفراء ثانية، يعني حقيقة كان التعمد موجود من جانب اللاعب على مهاوي في عملية لمس اليد في لقطة التمريرة التي شاهدناها من ماركو مارين، في اللاعب يتحمل مسؤولية كاملة، لكن هنا ركلة حرة مباشرة، هنا ركلة حرة مباشرة، سومة خطورة مضمونة في مثل هذه الكرات، السومة خطورة مضمونة في مثل هذه الكرات وفي مثل هذه الأخطاء. نعم، عمر السومة ياما سجل أهداف من هذه المسافات، بل من مختلف المسافات من خلال الركلات الحرة المباشرة. أحمد باسل يسعد يعلم خطورة السومة وشاهد أكيد أهداف السومة من خلال الركلات الحرة المباشرة، هنا لقطة وهنا محاولة وهنا كرة في اللحظات الأخيرة من عمر هذا الشوط الأول من هذا اللقاء، السومة وماركو مارين، ولدينا كذلك اللاعب لوكاس ليما. من من الثلاثي سيسدد؟ من من الثلاثي المحترف في النادي الأهلي سيلعب هذه الكرة؟ هنا نواف شكر الله يوقف اللعب في هذه اللحظات على أن يستأنف اللعب في هذه الأثناء. ركلة حرة مباشرة، ماركو مارين، لوكاس ليما، سوما، عمر السومة وماركو مارين، هنا الفرصة وهنا السومة على ما يبدو، أحمد باسل ينتظر بينما السومة يسدد، لكن هذه المرة كانت الكرة ضعيفة تماما، اصطدمت في حائط الصد وتحولت إلى خارج الملعب إلى ركلة مرمى. أراد رفع الكرة ولكن هناك خبرة سعد ناطق اللي توقع هذه الكرة وأبعدها إلى خارج الملعب إلى ركلة ركنية. صافرة الحكم نواف شكر الله تأتي لتعلن نهاية شوط المباراة الأول من هذا اللقاء. والأحبة الكرام مشاهدينا متابعينا في كل مكان، لا أهداف ما بين الفريقين، لكن الشرطة سيلعب الشوط الثاني ب10 لاعبين. ألقاكم مع بداية شوط المباراة الثاني. الآن الكلمة تعود مرة أخرى إلى الزميل العزيز أحمد خليل. انتهى الشوط الأول بنتيجة مرة أخرى شكرا للزميل العزيز أحمد خليل، وكذلك الشكر لضيفيك في الاستوديو. إذن يا الأحبة الكرام مشاهدينا متابعينا في كل مكان، متابعي ومشاهدي قنوات بين سبورتس، ورحب بكم من جديد قبل انطلاقة وبداية شوط المباراة الثاني من هذا اللقاء، لقاء الشرطة العراقي أمام الأهلي السعودي. شوط أول انتهى بالتعادل من دون أهداف، شوط ثاني سينطلق في هذه اللحظات، لكن
الشرطة سيلعب ب10 لاعبين، لأن على مهاوي في الدقيقة 46 كان قد طرد بالبطاقة الحمراء بعد الحصول على بطاقتين صفراوين. وهنا تغيير يحدث في تشكيلة نادي الشرطة. خضر علي ومن يدخل بديلا في تشكيلة نادي الشرطة بدلا من أحمد جلال، وبالتالي تصبح تشكيلة نادي الشرطة بالأسماء التالية: أحمد باسل في حراسة المرمى، حسام كاظم، كرار عامر، سعد ناطق، سعد عبد الأمير، علي فايز، خضر علي، محمد مزهر، مازن فياض، ومروان حسين. هذه هي الأسماء التي تتواجد، الأسماء ال10 في تشكيلة نادي الشرطة في هذا اللقاء. بالنسبة للنادي الأهلي محمد العويس الحارس اللي كان نجم شوط المباراة الأول يلعب في حراسة المرمى. لدينا عبد الله حسون، طلال عبسي، عبد الباسط هندي، لدينا لوكاس ليما، بالإضافة لهيثم عسيري من دخل بدلا من حسن القيد في تغيير اضطراري. وهناك علي الأسمري، محمد المجحد، ماركو مارين، سلمان المؤشر، سوما عمر. هذه هي إذن تشكيلة النادي الأهلي. وهنا بطاقة صفراء أولى تظهر في هذه اللحظات على اللاعب عبد الله حسون بعد تدخل اللي كان في اللقطة الماضية. ركلة حرة مباشرة لمصلحة نادي الشرطة. ما الجديد اللي ممكن أن نشاهده في هذا الشوط الثاني من هذا اللقاء؟ ما الجديد اللي ممكن أن نشاهده في هذا الشوط الثاني من هذا اللقاء؟ هل من أهداف يتمنى ذلك الأمر المدرب فلادان؟ يتمنى الأمر حتى ولو في هذه الظروف الصعبة التي أصبح الآن يعيش واقعها نادي الشرطة مع طرد اللاعب على مهاوي واللعب منقوص العدد. نعم بالنسبة لنادي الشرطة، لكن كل شيء ممكن. نشاهد، نرى، نتابع ما الذي ممكن أن يحدث في هذه المواجهة السعودية العراقية هنا في استاد خليفة دولي بالعاصمة القطرية الدوحة. كرة تصل في الطرف الأيمن، وصول بعد ذلك في وسط الميدان. هناك في استاد الجنوب شهر خضروب فريق الإيراني أمام فريق شباب الأهلي دبي الفريق الإماراتي في مباراة أخرى. بينما هنا في هذا اللقاء هنا نواف شكر الله حكم اللقاء يصفر خطأ لمصلحة نادي الشرطة في هذه اللحظات. تدخل كان موجود من لوكاس ليما، وركلة حرة مباشرة لمصلحة نادي الشرطة، واحد من أعرق الأندية العراقية، الفريق اللي تأسس قبل 87 سنة بالنسبة للقيثارة الخضراء، بالنسبة لهذا الفريق اللي يمتلك قاعدة جماهيرية كبرى في العراق من دون أدنى شك. ركلة حرة مباشرة لمصلحة نادي الشرطة ب10 لاعبين. الشرطة يبحث عن زيارة مرمى الحارس المتألق في مباراة اليوم محمد العويس. ركلة حرة مباشرة، كرة ستنفذ منقولة، كرة عالية خطيرة ولكن العويس يتدخل. محمد يبعد الكرة الماضية، وصلت من جديد، هيثم عسيري يحاول، كرة بتعود لمصلحة نادي الشرطة، لكن هنا صافرة حكم اللقاء بوجود طبعا خطأ، وقبل ذلك إصابة طبعا حدثت للاعب النادي الأهلي طلال عبسي، واقع على أرضية الملعب. طلال عبسي صاحب 27 سنة، قادم من نادي التعاون، لاعب اللي خاض 22 مباراة في بطولة الدوري السعودي وسجل هدفين مع نادي التعاون في الموسم الماضي، واللاعب اللي خاض مباراتين مع نادي التعاون في بطولة دوري أبطال آسيا، لأننا نعلم تماما أن التعاون موجود في بطولة دوري أبطال آسيا في هذا الموسم. تعاون اللي فاز على حساب الشارجة الإماراتي بهدف دون رد، وكان قد فاز على حساب نادي الحيل القطري بهدفين نظيفين. وهذا اللاعب طلال عبسي كان موجود في المباراتين، لاعب نادي التعاون المنتقل إلى النادي الأهلي. هنا حكم اللقاء نواف شكر الله، وعملية الإسقاط في هذه اللحظات. ركلة حرة أو عملية الإسقاط من حكم المباراة، الحكم لم يصفر خطأ في اللقطة الماضية. كرة بتعود، وصلت من الطرف الأيسر، منقولة هذه الكرة في اليسار لمصلحة نادي الشرطة، تحولت إلى خارج الملعب إلى رمية تماس لنادي الشرطة. دوري أبطال آسيا مرحلة المجموعات إلى جانب الأدوار الإقصائية لمنطقة غرب آسيا، هنا بنظام التجمع في العاصمة القطرية الدوحة وفق بروتوكولات وإجراءات صحية صارمة أكيد لضمان صحة وسلامة جميع المشاركين من أجل الوقاية من فيروس كورونا. رمية تماس
لنادي الشرطة. وصلت هذه الكرة عالية، تحولت إلى خارج الملعب وأصبحت إلى ركلة ركنية. في الركنيات الشرطة خطير، نعم في الركنيات الشرطة خطير. شاهدنا كرار عامر في كرة نولا وفي كرة ثانية كانت هي الأبرز بالنسبة للقطات ما حدث في شوط المباراة الأول من هذا اللقاء. ركلة ركنية ستنفذ. علي فايز على التنفيذ، علي فايز، مروان حسين في الانتظار. الركلة الركنية لمصلحة الشرطة. الكرة ترسل عالية، بعد ذلك راسية من سعد ناطق وراسية أخرى هذه المرة تحولت إلى خارج الملعب إلى ركلة ركنية جديدة، إلى ركلة ركنية جديدة. سعد عبد الأمير من لعب في يوم من الأيام للأهلي السعودي، واللاعب اللي يمتلك ذكريات مثل ما تحدث سعد عبد الأمير وقال بأن الأهلي يحظى بمكانة خاصة في قلبي. هكذا كان الحديث من جانب اللاعب سعد عبد الأمير من لعب القادسية السعودي ومن لعب للأهلي السعودي في موسم 2016-2017 قبل أن ينتقل إلى نادي الشباب، وبعد ذلك العودة مرة أخرى إلى العراق حيث نادي الشرطة العراقي. إصابة لاعب النادي الأهلي، لاعب اللي نتمنى له السلامة ولكل اللاعبين داخل أرضية الملعب. ركلة ركنية، إصابة لمحمد المجحد. أذكر بأن هناك تغيير اضطراري كان قد حدث في الشوط الأول، حيث أن حسن المجد كان قد غادر أرضية الملعب وهيثم عسيري دخل بدلا من، لكن هنا السلامات لمحمد المجحد لاعب النادي الأهلي، لاعب خط الوسط في النادي الأهلي. اللاعب يتوقف في هذه اللحظات، 6 دقائق مضت من عمر شوط المباراة الأول من هذا اللقاء. هذه هي الكرة التي تعرض فيها للإصابة اللاعب محمد المجحد لاعب النادي الأهلي بعد كرة مشتركة. الشرطة دائما خطير في الكرات الثابتة، الشرطة دائما خطير تحديدا في الركنيات، وبالتالي هذا الأمر أكيد يعني يتطلب تركيز عالي من لاعب النادي الأهلي لأن الخطورة كانت حاضرة، لكن هنا نتيجة حائرة ما بين الفريقين. الأهداف حتى الآن الشرطة ب10 لاعبين، ولكن يرفع راية التحدي هنا في هذا اللقاء حتى ولو أنه منقوص العدد في هذا الشوط الثاني من هذه المباراة. محمد المجحد يغادر أرضية الملعب لتلقي الإسعافات، بينما هنا علي فايز دائما المتخصص في الكرات الثابتة على تنفيذ الركلة الركنية للشرطة. منقولة كرة عالية راسية من السومة، وصلت هذه الكرة من جديد، تسديدة على الطاير لكنها إلى خارج الملعب، تحولت إلى ركلة مرمى. كرة التي حاول من خلالها حسام كاظم في اللقطة الماضية. ركلة مرمى أهلاوية، ركلة مرمى للراقي، ركلة مرمى لقلعة الكؤوس، ركلة مرمى نفذت لتصل في وسط الملعب عن طريق اللاعب عبد الباسط هندي. وصل بعد ذلك في وسط الميدان، تغيير قادم في تشكيلة النادي الأهلي. اللاعب البديل من يا ترى سيكون في تشكيلة النادي الأهلي؟ كرة تصل في وسط الملعب مرة أخرى، تمريرة حاضرة في وسط الميدان. ماركو مارين عند الكرة من الجانب الأيسر، وصلت هذه الكرة عن طريق سلمان المؤشر، يلعب هذه الكرة وصول في الطرف الأيسر لكن بعيدة عن المجحد، بعيدة على محمد المجحد. كرة تحولت إلى ركلة مرمى، الكرة إلى ركلة مرمى، ركلة مرمى في هذه الأثناء. البديل القادم هو يوسف الحربي. يوسف هو من سيدخل في تشكيلة النادي الأهلي. محمد المجحد فيما يبدو هو من يغادر أرضية الملعب. نعم، يوسف الحربي يدخل بديلا في هذه اللحظات في خيارات المدرب فلادان. يوسف الحربي هو البديل القادم في تشكيلة النادي الأهلي، صاحب 23 سنة، عنده هدف في بطولة الدوري في هذا الموسم من 10 مباريات خاضها، كان قد سجل في مرمى نادي الحزم. أحمد باسم يلعب كرة في اليمين، وصلت هذه الكرة للخالد من جديد عن طريق اللاعب بديل اللي دخل خضر علي. منقولة كرة في الوسط أهلاوية عن طريق هيثم عسيري عند الكرة، تمريرة إلى ماركو مارين، ماركو مارين بينية لكن بعيدة 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 بعيدة. كانت الكرة الماضية كانت باتجاه اللاعب متقدم علي الأسمري، لكن كرة ماركو مارين كانت سهلة عند حارس المرمى الحارس أحمد باسل. هذه الكرة الأخيرة علي الأسمري قادم من الخلف،
يريد أن يعطي إضافة هجومية خصوصا في ظل تفوق العدد للنادي الأهلي بعد طرد اللاعب على مهاوي، لكن هنا كرة لمصلحة الشرطة عن طريق اللاعب مازن فياض. ينقل كرة خضر علي عند الكرة في وسط الملعب، خضر ينقل الكرة للخلف مرة أخرى، ترسل كرة طولية باتجاه مروان حسين، عادت الكرة من جديد راسية حاضرة في وسط الملعب. سعد عبد الأمير ينقل الكرة من الجانب الأيمن، مازن فياض في الطرف الأيمن، تمريرة حاضرة عرضية تأتي ولكن تغطية موجودة، والكرة في الأخير تحولت إلى خارج الملعب إلى ركلة ركنية، إلى خارج الملعب إلى ركلة ركنية. هل تغير شيء في نادي الشرطة؟ لا، وكأن الفريق ما زال يلعب ب 11 لاعب. نعم، الرغبة عند لاعب الشرطة، الضغط في محاولة لإحراز الهدف من جانب نادي الشرطة، حتى ولو أن الفريق يلعب ب10 لاعبين. يعلم تماما أن نتيجة مباراة اليوم مهمة للغاية. كرة إلى ركلة ركنية، ستنفذ الركلة الركنية لمصلحة نادي الشرطة على يسار حارس المرمى العويس. وصلت كرة عالية راسية، جول! ضاعت والعارضة تعاضدت نعم مع العويس هذه المرة في لقطة وفي فرصة خطيرة كانت للشرطة. الشرطة خطير في الركنيات، نعم هو كذلك خطير الشرطة في الركنيات. نعم هذه المرة سعد ناطق، هذه المرة سعد ناطق ارتقى عاليا وضرب الكرة بالراس، ولكن هذه المرة ليس محمد العويس هو الذي تصدى، بل عارضة العويس هي التي تصدت ومنعت هدف كان بالإمكان أن يكون للشرطة، الذي أذكر وأكرر بأنه يلعب ب10 لاعبين. خطيرة قريبة كانت لنادي الشرطة في اللقطة الماضية. وصلت هذه الكرة أهلاوية، الأهلي الآن أكيد استشعر الخطورة في ظل هذه المحاولة الأخيرة وفي ظل الكرة الخطيرة لنادي الشرطة في اللقطة الماضية، وبالتالي هو مطالب بأن يهجم، مطالب بأن يضغط، مطالب بأن يصل، مطالب بأن يظهر السومة، مطالب بأن يظهر سلمان. كذا هي الأمور الآن بالنسبة لهذا اللقاء ما بين فريقين في مباراة حتى الآن لا أهداف فيها ما بين الأهلي والشرطة في هذا اللقاء. كرة تصل عن طريق عبد الباسط سندي، طلال عبسي عند الكرة في الوسط، منقولة كرة تمريرة حاضرة تحولت إلى خارج الملعب إلى رمية جانبية. الشرطة يعلم تماما أن هناك شوق عند جماهير الشرطة لتشاهد الشرطة مرة أخرى. نعم، شوق عشاق الشرطة ل6 أشهر لأن يشاهدوا الفريق مرة أخرى يلعب في بطولة وفي مباراة رسمية، وهذه المباراة هنا في بطولة دوري أبطال آسيا. وبالتالي كل لاعب يعلم تماما أهمية المباراة ليس للبطولة وحسب بل حتى لجماهير الفريق. وبالتالي حتى ولو أن الفريق يلعب ب10 لاعبين إلا أن الرغبة الكبيرة واضحة تماما في فرص ظهرت وفي كرات كاد أن يسجلها من خلالها الشرطة، وآخرها هذه الكرة الأخيرة. خط موجود لمصلحة النادي الأهلي. سعد ناطق يقدم مباراة رائعة، خبرة كبيرة عند لاعب المنتخب العراقي. سعد ناطق لاعب اللي كاد أن يسجل، بينما هنا الخطأ اللي كان موجود في اللقطة الماضية. ركلة حرة مباشرة لمصلحة النادي الأهلي. وصلت هذه الكرة في وسط الميدان عن طريق ماركو مارين عند الكرة. ماركو مارين يبحث عن زميل، يبقى الكرة باتجاه اللاعب طلال عبسي. طلال إلى ماركو مارين في الوسط، عودة لهندي عبد الباسط هندي إلى طلال عبسي مرة أخرى. بعد ذلك الكرة تنقل عالية طويلة باتجاه عمر السومة يحاول، لكن حتى الآن لا يتركون المساحات لعمر السومة مدافع نادي الشرطة. حتى الآن يراقبون السومة تماما لأنهم يعلمون خطورته ويعلمون ما يمكن أن يفعل عمر السومة. أكيد اللاعب المثالي عمر السومة دائما. كرة تصل في وسط الميدان، سلمان يترك هذه الكرة، وصلت إلى ماركو مارين، فرصة أهلاوية في الطرف الأيسر، عرضية الآن تأتي لكن التغطية موجودة. كرة بتعود مرة أخرى مروان باتجاه زميلها سعد بعد ذلك إلى مروان، وصول بعد ذلك إلى خطأ يصفر حكم اللقاء، وركلة حرة مباشرة لمصلحة الشرطة في هذه الأثناء.
ركلة حرة مباشرة. هنا يوسف الحربي من دخل بديلا قبل لحظات هو الذي ارتكب الخطأ في اللقطة الماضية. عبد الغني شاد يتابع صاحب الإنجاز مع أولمبي العراق والتأهل لأولمبياد ريو. ركلة حرة مباشرة ستنفذ ركلة الحرة المباشرة لمصلحة نادي الشرطة. وصلت هذه الكرة منقولة كرة في الطرف الأيمن. وصول بعد ذلك إلى خارج الملعب تحولت إلى رمية تماس. رمية جانبية في هذه اللحظات ستنفذ رمية الجانبية. ربع ساعة مضت من عمر شوط المباراة الثاني من هذا اللقاء. منقولة كرة خضر علي مروان حسين عند الكرة في الطرف الأيمن للشرطة. ما زالت الكرة قائمة يبقي على الكرة. بعد ذلك خضر علي عند الكرة في الطرف الأيمن يبحث عن زميل يمرر الكرة في وسط الملعب مرة أخرى للشرطة. تأتي الانطلاقة للشرطة. هنا المحاولة عرضية ترسل لكن عبد الله حسون في التغطية تبعد هذه الكرة وتشتت إلى خارج الملعب إلى ركلة ركنية. ركلة ركنية ركلة ركنية والركنيات فيها الشرطة خطير. الركنيات الشرطة فيها خطير يا العويس. ركلة ركنية ستنفذ على يمين حارس المرمى الحارس محمد العويس. يتقدم كرار عامر كالعادة. يتقدم سعد ناطق كالعادة. ودائما علي فايز على التنفيذ. الصور التي تكررت كثيرا في هذا اللقاء. الصورة التي تكررت في أكثر من ساعة في هذه المباراة. ركلة ركنية لمصلحة نادي الشرطة. منقولة كرة عالية بعد ذلك الإبعاد يأتي ما زالت إلى السعد والراسية حاضرة. الكرة تبعد. الكرة تعود عن طريق اللاعب مازن فياض. مازن يعيد الكرة للخلف مرة أخرى. ممتازة جميلة رائعة. فرصة قائمة عرضية أخرى لكن تغطية موجودة. الأهلي يدافع الآن. الأهلي يدافع في هذه الأثناء. الشرطة يضغط. الشرطة ب10 لاعبين يضغط. كرة تصل من الطرف الأيمن. بعد ذلك التدخل كان موجود وبالتالي خطأ وركلة حرة مباشرة في هذه الأثناء. الخطأ على علي الأسمري من أمام مازن فياض. مستوى مميز يقدم مازن فياض في الطرف الأيمن دائما بالتحركات. لكن علي الأسمري هو التدخل كان موجود في اللقطة الماضية. ركلة حرة مباشرة لمصلحة الشرطة. علي فايز على التنفيذ. مروان حسين في الاستعداد. كرار عامر في التقدم. سعد ناطق في الترقب. هل الرابعة ستكون ثابتة يا العويس؟ هل الرابعة ستكون ثابتة لنادي الشرطة؟ هذه المرة من ركلة حرة مباشرة. هذه المرة من ركلة حرة مباشرة. علي فايز على التنفيذ. علي يبحث عن كرة مليمترية ترسل طويلة والراسية ولكن إلى خارج الملعب. تحولت إلى ركلة مرمى مرة أخرى. كرار عامر يظهر من جديد. كرار عامر يحاول من جديد. هذه المرة إلى ركلة ركنية. صدمت الكرة فيما يبدو بهيثم عسيري وبالتالي تحولت إلى خارج الملعب. كرار عامر وركلة ركنية جديدة لمصلحة نادي الشرطة. خطورة في عرضياته وفي الكرات الثابتة نادي الشرطة. خطورة نعم في الكرات الثابتة نادي الشرطة في هذا اللقاء. علي فايز على يمين حارس المرمى. بينما هنا علي فايز يرسل كرة عالية. بعد ذلك الراسية أتت من المدافع. كرة بتعود مرة أخرى للأهلي في محاولة لشن هجمة مرتدة لكن قطعت الكرة سريعا. تحولت إلى خارج الملعب وأصبحت إلى رمية تماس. خضر علي من دخل بديلا في هذا الشوط الثاني هو الذي أبعد الكرة الماضية إلى خارج الملعب إلى رمية تماس. كرة في وسط الميدان لمصلحة نادي الأهلي.
وصلت هذه الكرة للخلف من جديد. لا أهداف حتى الآن في مباراتين في هذا اللقاء وفي اللقاء الآخر لحسابات المجموعة الثانية. بينما هنا سلمان المؤشر عند الكرة يتقدم في الطرف الأيسر. سلمان يحاول يمهد هذه الكرة والتسديدة، لكن وينها الكرة يا علي؟ وينها الكرة؟ بعيدة تماما، تحولت إلى خارج الملعب وأصبحت إلى ركلة مرمى. سلمان المؤشر إلى علي الأسمري، تسديدة يسارية كانت بعيدة تماما إلى خارج الملعب، تحولت إلى ركلة مرمى عند حارس المرمى الحارس أحمد باسل، اللي أذكر بأنه لم يختبر كثيرا في هذا اللقاء. وصلت هذه الكرة من الجانب الأيمن، رمية التماس سعد عبد الأمير. بينما هنا كرة منقولة في وسط الملعب من جديد. طلال عبسي يلعب الكرة منقولة، كرة من الجانب الأيمن لكنها تحولت إلى خارج الملعب إلى ركلة مرمى. حارس المرمى أحمد باسل، كرة ترسل طويلة، بعد ذلك منقول الكرة في الجانب الأيمن. وصلت هذه الكرة عن طريق اللاعب هيثم عسيري، يلعب كرة في الطرف الأيمن على الأسمري. ماركو مارين منقول الكرة في اليمين، بعد ذلك تمريرة حاضرة لكن التغطية كانت موجودة. وصول بعد ذلك في وسط الملعب مجددا لمصلحة النادي الأهلي بتعود الكرة من جديد. منقول الكرة، خطأ كان موجود، صفرة حكم اللقاء تأتي، خطأ على اللاعب كرار عامر في اللقطة الماضية. كرار يعترض، حكم اللقاء نواف شكر الله دار شفهيد بعد الاعتراض من جانب كرار عامر. تدخل كان موجود على ماركو مارين. ركلة حرة مباشرة، ركلة حرة مباشرة للنادي الأهلي في هذه الأثناء. كرة ستنفذ الآن. ماركو مارين يرسل كرة داخل منطقة الجزاء لكنها مقطوعة بتعود. ما زالت الخطورة. طلال العبسي يلعب كرة، بعد ذلك سعد ناطق يتدخل أمام الزميلة مازن فياض. الواقع على أرضية الملعب. مازن فياض اشترك مع زميله سعد ناطق في اللقطة الماضية، وبالتالي إصابة اللاعب مازن فياض في اللقطة الماضية. لاعب اللي نتمنى له السلامة. هنا شاهد الارتقاب من سعد ناطق، تركيز كبير سعد ناطق في هذا اللقاء. نجح سعد ناطق وكرار عامر حتى الآن في الحد من خطورة السومة. نعم، مدافعات نادي الشرطة نجحا في الحد من خطورة عمر السومة في هذا اللقاء. هذا ما جرى وهذا اللي صار حتى الآن في الدقائق اللي مضت من عمر هذا الشوط ومن عمر هذا اللقاء ككل. ماركو مارين في وسط الميدان، منقول الكرة مرة أخرى. طلال عبسي ينقل الكرة في الطرف الأيمن. وصلت هذه الكرة ماركو مارين ينقل الكرة في وسط الميدان، وصلت إلى طلال عبسي. الأهلي يبحث ولكن حتى الآن لا يجد الحلول. الأهلي يسعى ولكن حتى الآن لا يجد الوصول. كرة تصل من الطرف الأيمن، منقولة هذه الكرة في اليمين، وصول عن طريق اللاعب ماركو مارين. عودة للخلف مرة أخرى، وصلت إلى يوسف الحربي. عبد الباسط هندي، علي الأسمري، يوسف وعبد الباسط هندي مرة أخرى. تصل هذه الكرة عن طريق اللاعب سلمان المؤشر. ماركو مارين، منقولة كرة ماركو مارين يتقدم في اليمين لكن هذه المرة مقطوعة الكرة. علي فايز في التغطية. وصلت هذه الكرة من طلال عبسي. السومة يحاول لكن ضغط عالي افتكاك الكرة. شاهدوا ضغط على حامل الكرة، عدم ترك المساحات، مراقبة لصيقة للسومة، غلق المنافذ، أمور كثيرة
ينجح فيها حتى الآن عبد الغني شاهد، رغم أن نادي الشرطة يلعب ب10 لاعبين، وعلى الرغم من ذلك الشرطة كان أخطر، الشرطة كان أقرب، الشرطة كان أفضل في الدقائق اللي مضت. كرة تصل عن طريق سلمان المؤشر، منقولة كرة في وسط الميدان، عادت هذه الكرة مرة أخرى لمصلحة النادي الأهلي. عبد الباسط سندي إلى طلال عبسي، وصلت في الجانب الأيمن، عودة للخلف مرة أخرى، وصول بعد ذلك عن طريق اللاعب علي الأسمري. علي يمرر كرة، عادت من جديد سعد ناطق في عملية افتكاك وقطع الكرة، بينما هناك لاعب واقع على أرضية الملعب. سلامات للاعب النادي الأهلي الواقع على أرضية الملعب، لاعب يتوقف، يوقف اللاعب الحكم نواف شكر الله. إصابة اللاعب علي الأسمري. هنا سعد ناطق، يا من أداء قدم سعد ناطق حتى الآن في هذا اللقاء دفاعيا وفي الإسناد الهجومي، كذلك في الكرة التي صدمت في العارضة. سعد ناطق أكثر من توقع لكرات عديدة في هذا اللقاء، كان بالإمكان أن تتسبب في خطورة، لكن واضح قرار عامر سعد ناطق وراء خط الدفاع لنادي الشرطة، ومدى التفاهم الكبير ما بين اللاعبين لإعطاء الكثير من الحصانة من الممكن أن نقول لمرمى الحارس أحمد باسل. هذه الكرة من سعد ناطق اللي صدمت في العارضة، واللي كان بالإمكان يسجل من خلالها نادي الشرطة هدف التقدم في هذا اللقاء. العويس في الشوط الأول تألق، لكن في هذه الكرة عارضة مرمى النادي الأهلي هي التي تعاضدت نعم بهذا اللفظ مع النادي الأهلي في هذا اللقاء. عبد الغني شاب، عبد الغني أكيد مدرب نادي الشرطة، يعني حتى ولو انتهت المباراة بالتعادل سيكون سعيد. لا أقول أن الشرطة لم يضغط ولم يحاول، بل عطفا على الطرد وعطفا على الظرف اللي يعيشه نادي الشرطة في هذا اللقاء، وتحديدا في هذا الشوط الثاني وهو يلعب ب10 لاعبين. كرة منقولة في اليمين، وصلت هذه الكرة من الطرف الأيمن، منقول هذه الكرة سوما لم يظهر كثيرا في هذا اللقاء، لكن عندما يظهر خطورة حتمية، عندما يظهر وعندما تأتي الكرات مثل ما يحب فخطورة حتمية من دون أدنى شك. رمية التماس عبد الله حسون على تنفيذ الرمية الجانبية أهلاوية، لكن دائما أينما ذهب السومة تجد سعد ناطق، أينما تحرك السومة تجد سعد ناطق. نعم في أكثر من كرة شاهدنا مثل هذه اللقطات. رمية جانبية عبد الله حسون، عند الكرة من الجانب الأيمن، عرضية ترسل لكن في الأخير تحولت إلى خارج الملعب، أصبحت إلى ركلة مرمى. كرة إلى ركلة مرمى. هيثم عسيري في الصورة، سلمان المؤشر صاحب الهدفين في آخر مباراة أمام الاستقلال هو الآخر لم نشاهد كثيرا في هذا اللقاء. سلمان المؤشر بالمناسبة، سلمان المؤشر أول مرة يسجل أكثر من هدف واحد مع النادي الأهلي في بطولة دوري أبطال آسيا، كان في المباراة الأخيرة أمام الاستقلال عندما سجل الهدفين أمام الفريق الإيراني. رمية التماس، منقولة كرة في اليمين، أصلت هذه الكرة، وصول بعد ذلك في الطرف الأيمن، مازن فياض، مازن يتقدم، فرصة للشرطة ولكن سهلة الكرة عند حارس المرمى، الحارس محمد العويس، الحارس اللي يتصدى لهذه الكرة. أصلت الكرة مرة أخرى للنادي الأهلي، تلعب الكرة في المنتصف، أصلت هذه الكرة بعد ذلك من الجانب الأيسر، كرة منقولة في اليسار، يسقط هنا عمر السومة، يطالب بخطأ الحكم نواف شكر الله، أشار إلى استمرارية اللعب وأن الكرة إلى رمية التماس. مروان حسين يغادر أرضية الملعب الآن، بديل القادم هو حسن عاشور، هو من يدخل بديلا في هذه اللحظات في تشكيلة نادي الشرطة. حسن أو اللاعب هنا طبعا الآخر لدينا هنا محمد شكان هو من يدخل، محمد شكان، وكذلك اللاعب الآخر هنا حسن عاشور ومن سيدخل بديلا، يغادر أرضية الملعب محمد مزر.
وحسن يدخل بديلا في هذه اللحظات بدلا من محمد مزر في هذا التغيير اللي يحدث. حسن عاشور إذا يدخل بديلا، وكذلك الأمر بالنسبة للاعب محمد شوكان. بينما هنا رمية تماس لنادي الشرطة. منقولة هذه الكرة، منقولة كرة في وسط الملعب من جديد إلى الطرف الأيمن. سعد عبد الأمير ينقل الكرة في اليسار. حسام كاظم، حسن عاشور في أول لمسة. تدخل كان موجود من عبد الله حسون، وعبد الله حسون عنده بطاقة صفراء. ركلة حرة مباشرة. ربع ساعة متبقية على نهاية الوقت الأصلي لشوط المباراة الثاني من هذا اللقاء. لا أهداف حتى الآن. هل من هدف قاتل في مباراة الشباب الأهلي دبي؟ الفريق الإماراتي متقدم على شهر خضر الفريق الإيراني بهدف. حارب عبد الله. بينما هنا فرصة للشرطة. كرة ما زالت قائمة، وصلت من الطرف الأيسر، ما زالت الكرة مستمرة، لكن في الأخير تحولت إلى خارج الملعب وأصبحت إلى رمية تماس. الكرة إلى رمية تماس. هنا في الصورة هيثم عسيري. بينما هنا لدينا رمية جانبية لمصلحة نادي الشرطة. حسام كاظم، منقولة الكرة داخل منطقة الجزاء. تحولت الكرة إلى خارج الملعب إلى رمية جانبية جديدة. إلى رمية جانبية جديدة. سلمان المؤشر يغادر أرضية الملعب. عبد الرحمن غريب هو من يدخل بديلا في هذه الأثناء. عبد الرحمن غريب إذن يدخل في هذه اللحظات في تشكيلة النادي الأهلي. حسام كاظم على تنفيذ رمية التماس. كرة منقولة عالية، تغطية كانت موجودة. هيثم عسيري يبعد هذه الكرة. وصلت هذه الكرة من الطرف الأيسر. سعد عبد الأمير. السعد عند الكرة. سعد يمرر لعلي. بعد ذلك مرة أخرى سعد يحاول. سعد يريد أن يصل، لكن في الأخير كرة مقطوعة. وصلت هذه الكرة من الطرف الأيسر مرة أخرى. عبد الله حسون، منقولة كرة من الطرف الأيسر إلى خارج الملعب. تحولت إلى رمية تماس. رمية جانبية في هذه اللحظات. هذه كرة هيثم عسيري من أمام حسام كاظم في الصراع ما بين اللاعبين. بينما هنا رمية تماس لمصلحة النادي الأهلي. الوقت يمضي. الأهلي أكرر بأنه يحتاج إلى فوز من المباريات الثلاث مع هذه المباراة من أجل أن يضمن تأهله إلى الدور القادم في هذه البطولة. وصلت هذه الكرة في الوسط. منقولة كرة عالية. سعد يترك الكرة السهلة عند حارس المرمى. الحارس أحمد باسل حارس مرمى نادي الشرطة يسيطر على هذه الكرة. منقولة كرة طويلة، وصلت من جديد إلى خارج الملعب إلى رمية تماس. رمية تماس عبد الباسط هندي. وهنا رمية جانبية. حسام كاظم على تنفيذ للشرطة. شعار الشرطة القبض على الصدارة في مباراة اليوم. يريد هدف، يريد فوز، يريد الوصول للنقطة الرابعة. كرة تصل من الطرف الأيسر، محاولة قائمة. كرة بتعود مرة أخرى. عبد الباسط هندي عند الكرة. عبد الباسط هندي إلى حارس المرمى العويس. فيها بعض المجازفة الكرة الماضية، لكن هنا لدينا السومة. ينقل الكرة إلى عبد الرحمن غريب. مهاري عبد الرحمن غريب ينقل الكرة للخلف مرة أخرى. ماركو مارين، كرة مقطوعة. وصلت بعد ذلك إلى مازن فياض. عادت أهلاوية. ماركو مارين عند الكرة من الطرف الأيسر. ماركو ينقل الكرة. لوكاس ليما، وصلت في الوسط بعد ذلك عن طريق اللاعب يوسف الحربي. عبد الله حسون في الطرف الأيمن. للأهلي كرة تنقل، لكن وين ما راح السومة؟ راح خلفه سعد ناطق، بل سبق في كثير من المرات. سعد ناطق من أبرز اللاعبين. إذا كان الرجل شوط المباراة الأول حارس المرمى محمد العويس، فإن سعد ناطق
لاعب نادي الشرطة اللي حد تماما من خطورة عمر السومة في هذا اللقاء، ربما هو رجل هذا الشوط الثاني من هذا اللقاء. شاهد الكرة الأخيرة التدخل كان من عبد الله حسون ولاعب نادي الشرطة سعد عبد الأمير يطلب من الحكم نواف شكر الله شار البطاقة الصفراء لأنها ستكون الثانية لعبد الله حسون إذا ماتت، لأن عبد الله حسون عنده بطاقة صفراء. خطأ موجود، خطأ لمصلحة نادي الشرطة. سعد ناطق على التنفيذ يرسلها كرة عالية طويلة في الطرف الأيسر مرة أخرى، منقولة كرة في اليسار، بعد ذلك عرضية تأتي في الأخير تحولت إلى خارج الملعب إلى رمية تماس. الكرة إلى رمية جانبية في هذه اللحظات. رمية تماس، حسام كاظم على التنفيذ، منقولة كرة داخل منطقة الجزاء، كرة بتعود مرة أخرى ماركو مارين أهلاوية، منقولة كرة في الجانب الأيمن، لكن في الأخير كرة مقطوعة من أمام علي الأسمري تحولت إلى خارج الملعب إلى التماس. 10 دقائق أخيرة على نهاية الوقت الأصلي. هل من هدف في الوقت المتبقي من هذا الشوط الثاني؟ هل من هدف قاتل؟ هل من هدف في الدقائق الأخيرة بالنسبة لهذا اللقاء؟ نشاهد، نرى، نتابع ما الذي ممكن أن يحدث في مباراة حتى الآن فيها التعادل من دون أهداف. مازن فياض، الكرة من عبد الباسط سندي، هنا خطأ، هنا خطأ، وهنا ركلة حرة مباشرة. نعم المسافة ليست بالقريبة لكنها مواتية تماما، لكنها مواتية تماما. هنا علي فايز متخصص الكرات الثابتة، بينما هنا التدخل كان موجود من جانب اللاعب يوسف الحربي، وبالتالي خطأ يصفر حكم اللقاء محمد الشوكان في اللقطة الماضية. خطأ موجود للشرطة على اللاعب يوسف الحربي، لكن مسافة بعيدة. هنا محمد شوكان، سعد عبد الأمير، محمد العويس يطلب 4 لاعبين في حائط الصد حتى ولو كانت المسافة بعيدة. سعد عبد الأمير موجود وعلي فايز كذلك موجود. الشرطة من هذه المسافة على تنفيذ ركلة حرة مباشرة. علي فايز وسعد عبد الأمير، هل ستكون مباشرة باتجاه المرمى؟ نشاهد، نرى علي فايز على التنفيذ، علي فايز والتسديد، ولكن إلى خارج الملعب، إلى ركلة مرمى، إلى خارج الملعب، إلى ركلة مرمى. هذه الكرة كانت بعيدة تماما، تحولت إلى ركلة مرمى عند حارس المرمى الحارس محمد العويس. كرة للنادي الأهلي، طلال عبسي، عبد الباسط هندي، منقولة كرة في وسط الميدان، طلال، علي، وصلت بعد ذلك إلى هيثم، عسيري إلى علي الأسمري، ينقل كرة في وسط الملعب، وصلت لعبد الباسط هندي، ماركو مارين في وسط الملعب، يوسف الحربي إلى علي الأسمري، وصلت في الطرف الأيمن عبد الله حسون، علي الأسمري مرة أخرى يرسل كرة عالية طولية، لكن أحمد باسل يتمكن من هذه الكرة، يلتقط هذه الكرة بالأحرى حارس مرمى نادي الشرطة. فلادان غير راضي على النتيجة وغير راضي كذلك ربما حتى على أداء الفريق في هذا اللقاء. هو تحدث عن عدم الاستقرار في الأداء بالنسبة للنادي الأهلي في الفترة الأخيرة. كرة تصل عن طريق السومة، ينقل كرة بعد ذلك التمريرة حاضرة من يوسف، علي الأسمري، وصلت بعد ذلك إلى عبد الله حسون، عودة للخلف من جديد بنفس الكيفية بنفس الطريقة بالكرات المتناقلة مع عودة لاعبي نادي الشرطة للخلف عمر السومة، لكن كرة مقطوعة. وصلت هذه الكرة من جديد، وصول بعد ذلك في وسط الميدان، منقولة هذه الكرة عن طريق عبد الرحمن غريب إلى لوكاس ليما عند الكرة باليسار، لوكاس ليما يبحث عن مرور، ليما يحاول لكن لا مرور من أمام خضر علي في اللقطة الماضية، وبالتالي الكرة تحولت إلى خارج الملعب وأصبحت إلى رمية تماس. الآن إصابة لمازن فياض،
مجهود كبير من لاعب الشرطة خصوصا في هذا الشوط الثاني من هذا اللقاء. الانضباط تكتيكي عند لاعبي نادي الشرطة خصوصا في ظل تفوق النادي الأهلي عدديا، وبالتالي هذا الأمر يجعل من الشرطة مطالب بأن يلعب يعني بدنيا بصورة مضاعفة وأكبر من الوضع الذي كان عليه الفريق عندما كان يلعب مكتمل العدد. تغيير قادم، مراد محمد يدخل بدلا من مازن فياض. مراد محمد بدلا من مازن فياض، اللاعب اللي يغادر أرضية الملعب، ومراد محمد هو اللاعب صاحب 23 سنة، هو من يدخل بديلا في هذه الأثناء. ركلة حرة مباشرة، مراد محمد يدخل، كرة منقولة في الطرف الأيسر، لوكاس ليما، عرضية تأتي تحولت إلى خارج الملعب إلى رمية تماس، رمية جربية منقولة، كرة عرضية ترسل داخل منطقة الجزاء، بعد ذلك من أمام منطقة العمليات سعد ناطق أمام السومة، سعد يتفوق، سعد لديه الكرة، وصلت في الطرف الأيسر مرة أخرى، تعود هذه الكرة من جديد عند حارس المرمى محمد العويس. الأهلي 4 نقاط، الشرطة نقطتان، هذا ما يحدث حتى الآن بالنسبة للنتيجة الحالية. كرة منقولة، التدخل كان موجود لكن حكم اللقاء أشار إلى استمرارية اللعب، اعتراض اللاعب ماركو مارين علي الأسمري، يمر الكرة في الطرف الأيمن، منقولة هذه الكرة مرة أخرى للنادي الأهلي، ما زالت ماركو مارين يتقدم في الوسط، ماركو مارين يبحث عن زميل، ماركو لديه الكرة، هنا تمريرة حاضرة، عبد الرحمن غريب الرهيب، هنا جول الأهلي يسجل، نعم الأهلي يصل، نعم، ولكن حضر الرهيب عبد الرحمن غريب وبمهارته الفردية الاعتيادية مرر كرة لماركو مارين اللي وصل لمرمى الحارس أحمد باسل، لكن عينك على غريب، عينك على عبد الرحمن غريب، هنا السلم في المساحة ضيقة، راوغ في المساحة ضيقة أمام سعد ناطق، أمام كرار عامر، نجح عبد الرحمن غريب، وصلت إلى ماركو مارين، فقط لمس الكرة، حط الكرة وسجل الهدف الأول للنادي الأهلي. لكن العمل من البديل عبد الرحمن غريب، دائما ما نقول عبد الرحمن غريب اللاعب الرهيب الموجود هنا مع النادي الأهلي، اللاعب اللي دخل بديلا وكان البديل الناجح، نعم كان البديل الناجح، نعم عبد الرحمن غريب إلى ماركو مارين، وبالتالي الهدف الأول. الأهلي يسجل في اللحظات الأخيرة. كنت تتساءل هل من هدف قاتل سيأتي؟ وفيما يبدو أنه أتى. هنا لدينا خط موجود لمصلحة النادي الأهلي، خط موجود لمصلحة النادي الأهلي، ركلة حرة مباشرة، 3 دقائق بل أقل تتبقى، ركلة حرة مباشرة. عبد الغني شاهد كان يتمنى بأن تسير الأمور إلى ما كانت عليه قبل التوغل ومهارة عبد الرحمن غريب والكرة التي أحرزها ماركو مارين، بينما هنا سعد ناطق. الشرطة يبحث عن التعادل الآن، كرة تصل في وسط الميدان. يعني الأهلي لم يكن كثير الفرص في الشوط الثاني ولا في هذه المباراة ككل، ولكن من يسجل دائما العبرة بالأهداف، هكذا هي كرة القدم. سجل النادي الأهلي، نعم استطاع نادي الشرطة أن يجاري النادي الأهلي في هذا اللقاء، حاول وكاد أن يسجل في أكثر من مرة، ولكن الأهلي هو الذي وصل إلى الشباك، الأهلي هو الذي سجل في هذا اللقاء. كرة تصل في وسط الملعب مرة أخرى، أهلاوية، منقولة كرة من الجانب الأيسر، أصول بعد ذلك في وسط الملعب، تحولت إلى رمية تماس، رمية جربية في هذه اللحظات. منقولة كرة في المنتصف،
ترسل الكرة طويلة، بينما هنا راية مرفوعة. التسلل كان موجود في اللقطة الماضية. ركلة حرة غير مباشرة، ركلة حرة غير مباشرة. نلعب في الدقيقة الأخيرة. الأهلي أول المتأهلين إلى الدور القادم. الأهلي يصل إلى النقطة السادسة وعنده مباراتين، لكن خلاص الأهلي يصل إلى الدور القادم، يصل للدور ثمن النهائي. كرة تصل عالية، منقولة هذه الكرة. وصلت هذه الكرة بعد ذلك في وسط الملعب. ماركو مارين عند الكرة في اليسار. ماركو مارين يحاول هنا التدخل، كان موجود خطأ يصفر حكم اللقاء. ركلة حرة مباشرة. 5 دقائق أضافها الحكم، وقت محتسب بدلا من الضايع. تصل هذه الكرة في الوسط مرة أخرى لمصلحة النادي الأهلي. لوكاس ليما، ماركو مارين، بتعود الكرة من جديد. ترسل هذه الكرة في وسط الملعب. منقول الكرة إلى ماركو مارين. مارين عند الكرة. ماركو مارين يمرر الكرة. وصلت بعد ذلك علي الأسمري للنادي الأهلي. منقول كرة عالية، لكن التغطية كانت موجودة. عبد الرحمن غريب مهندس الهدف واللي كان خلف الهدف الوحيد حتى الآن في هذا اللقاء. كرة تصل عالية، التغطية كانت موجودة في اللقطة الماضية. أهلاوية عادت في وسط الميدان. منقول الكرة من جديد لمصلحة النادي الأهلي. علي الأسمري يلعب كرة. طلال عبسي، عبد الباسط هندي تقدم في وسط الميدان. بعد ذلك وصول الخلف مرة أخرى. عبد الباسط هندي ينقل الكرة في وسط الملعب مجددا. تنقل هذه الكرة في اليمين. علي الأسمري، علي يعيد الكرة للخلف. وصلت هذه الكرة عبد الباسط هندي. عبد الباسط هندي يرسل الكرة في اليسار لمصلحة نادي الشرطة. منقول الكرة في الوسط. تدخل كان موجود وصافرة أو خطأ يصفر حكم الإيقاف في هذه الأثناء. خطأ في اللقطة الماضية، خطأ كان في اللقطة الأخيرة. تدخل كان موجود. بطاقة صفراء على مراد محمد من دخل بديلا. ينال البطاقة الصفراء لاعب نادي الشرطة. هذا هو التدخل الأخير على اللاعب يوسف الحربي بجانب اللاعب مراد محمد. ركلة حرة مباشرة للنادي الأهلي. تدخل كان حاضر في هذه اللقطة، نعم، من جانب اللاعب مراد محمد. خطأ موجود. ركلة حرة مباشرة. وصلت هذه الكرة من لوكاس ليما. عبد الله حسون، طلال عبسي، محمد العويس عند الكرة. العويس ينقل الكرة في الطرف الأيمن من جديد. بعد ذلك علي الأسمري في وسط الميدان. علي يحاول لكن كرة مقطوعة. بتعود هذه الكرة لمصلحة نادي الشرطة. سعد ناطق ينقل الكرة باليسار. سعد ناطق مرة أخرى في وسط الملعب. تنقل هذه الكرة طويلة. كرة بتعود بعد ذلك في وسط الملعب مجددا لمصلحة نادي الشرطة. مراد محمد يحاول فيها، تحولت إلى خارج الملعب وأصبحت هذه الكرة إلى ركلة ركنية. الشرطة عازم على العودة فيما تبقى من وقت. سيكون سعيد وفي غاية السعادة المدرب عبد الغني شاهد لو سجل فريقه هدف التعادل في هذا التوقيت. علي فايز على تنفيذ الركلة الركنية، والشرطة في الركنيات خطير. هنا ركلة ركنية. علي فايز ترسل كرة عالية. العويس يتصدى. كرة ما زالت قائمة. وصلت من الطرف الأيمن. بعد ذلك طالت هذه الكرة وتحولت إلى خارج الملعب إلى رمية تماس. طالت الكرة، تحولت إلى رمية جانبية إلى النقطة السادسة. هكذا يصل النادي الأهلي إلى الدور القادم مع مباراتين أمام الاستقلال وأمام الشرطة. أولا يوم الخميس القادم. كرة تصل في وسط الميدان، ملعوبة هذه الكرة. علي فايز، كرة أهلاوية لكنها بعيدة تماما. تصل سهلة عند حارس المرمى. الحارس أحمد باسل يرسل كرة عالية.
منقول الكرة يضغط كليا الآن نادي الشرطة، لكن هنا عبد الله حسون يقطع هذه الكرة، وصلت إلى علي فايز. الدقيقة الأخيرة من عمر الشوط الثاني من عمر الوقت المحتسب، بدلا من الضائع كرة عن طريق حسام كاظم. عند الكرة في الطرف الأيسر، عرضية ترسل عالية لكن التغطية موجودة. سعد ناطق يحاول، الكرة بتعود من جديد. وصلت هذه الكرة مراد محمد، مراد والتسديد أتت، لكنها في الأخير تحولت إلى خارج الملعب إلى ركلة ركنية. آخر الكرات في هذه المباراة، نعم هي آخر الكرات في هذه المباراة لنادي الشرطة من الركلة الركنية. علي فايز يرسل كرة عالية راسية حاضرة، ولكن سعد عبد الأمير الكرة تحولت إلى خارج الملعب إلى ركلة مرمى. وهنا صافرة الحكم نواف شكر الله تأتي لتعلن نهاية هذا اللقاء. والأحبة الكرام مشاهدينا متابعينا في كل مكان، الأهلي هدف، الشرطة الأشيد. كان هذا هو الختام بالنسبة لهذا اللقاء، على أن يتجدد اللقاء ما بين الفريقين كذلك يوم الخميس القادم. مباراة انتهت، أرجو أنكم استمتعتم من خلالها، على أمل أن نلتقي وإياكم في لقاءات قادمة. تقبلوا تحياتي والسلام عليكم ورحمة من الله تعالى وبركاته. الآن الكلمة تعود مرة أخرى إلى الزميل العزيز أحمد خليل.